طلاب ثالث ثانوي الغاليين، يا رب تكونوا كويسين. النهارده اخر حصه في شرح منهج الاحياء للمره الثانيه. النهارده بنشرح التنسيق الهرموني. هحاول الحصه ما تبقاش طويله بحيث ان انت تلم الفصل في اسرع وقت ممكن. للامانه الفصل ده هتلاقي نفسك انت اصلا فاكره، يعني انا وانا بشرح هتلاقي نفسك فاكر الكلام، لان انا وانا بشرح الكلام ده في السنتر انا كنت مبسوط. الطلبه كانت قاعده بيسمعوا معايا، يعني هم كانوا فاكرين كل الكلام، فدي حاجه طبعا تفرح. اخر حصه لينا هتبقى امتى؟ ان شاء الله هتبقى يوم الاثنين، ده الختام المراجعه النهائيه بحيث تاخد وقتك بقى العربي. فاخر حصه بالنسبه لنا هتنزل لك يوم الاثنين على الابلكيشن. النهارده هنعمل ايه في حصه الخميس؟ هنخلص التنسيق الهرموني، هنحله من كتاب الامتحان مراجعه نهائيه، هنحل كنوز جلوكوز على الحركه عشان نبقى خلصنا كده كنوز جلوكوز على البيولوجيا والدعامه والحركه. ولو اتبقى وقت ان شاء الله يعني هحل لك كنوز جلوكوز كمان على الهرمونات. يبقى كده حصه يوم الاثنين هيتبقى لنا كنوز جلوكوز على البيولوجيا، الدرس الثاني بيولوجيا، وهيتبقى لنا باذن ربنا شويه شوامل من كتاب التفوق. هو كان باقي لنا 6 من كتاب التفوق. طب يا دكتور، طب السنوات السابقه دي ليالي الامتحان، لان السنوات السابقه دي اهم حاجه. وعلى فكره كل الافكار بتاعت سنوات سابقه احنا حليناها، يعني كل الكتب اللي اتحلت حلينا فيها سنوات سابقه، فانت حللهم قبل كده يعني ما تتخضش. فهنخليهم ليالي الامتحان بحيث يبقى عندنا محتوى دسم يتقدم ليالي الامتحان. فبالتوفيق ليكم ان شاء الله، كلكم تشرفوني وترفعوا راسي، ومنتظر منكم اوائل الجمهوريه. انتوا دفعه مميزه ومستني منكم اوائل الجمهوريه. يلا نبدا عشان ما اطولش عليكم. النهارده هنتكلم عن ايه؟ هنتكلم عن الهرمونات. هناخد الهرمونات من اول الهرمونات في الانسان لغايه الاخر. في السنتر خدناها في ساعه وربع، ساعه وتلت. هحاول برضو في نفس الزمن ده نكون عملنا نفس المهمة وانجزناها في نفس الرينج ده من الوقت يعني. خلاص، اول حاجة هنتكلم عنها النهاردة يا شباب الغدة رقم 1 هي الغدة النخامية. دي الغدة رقم 1 اللي هي الغدة النخامية. اي غدة بندرسها محتاجين نعرف رقم 1 الغدة دي موجودة فين. قالك الغدة النخامية في المخ مرمية، توجد اسفل المخ او الدماغ، يبقى هي توجد اسفل المخ. الغدة النخامية في المخ مرمية وتتصل بمنطقة تحت المهاد أو الهايبوثالاموس، وتتصل بمنطقة تحت المهاد، بين قوسين كده الهايبوثالاموس اللي هي تحت الايه المهاد. دي أول معلومة، ده المكان بتاعها، الغدة النخامية في المخ مرمية. تاني معلومة لازم تعرفها عن الغدة اللقب بتاعها، دي بيلقبوها بالمايسترو، برافو عليكم، او بيلقبوها بسيدة الغدد، رئيسة الغدد. ليه يا دكتور بيقولوا عليها كده؟ عشان بتتحكم في معظم الغدد الصماء. يبقى هل بتتحكم في كل الغدد ولا المعظم؟ لا المعظم. يبقى ليه سموها كده؟ لانها بتتحكم، بتطلع هرمونات، الهرمونات بتاعتها بتتحكم في معظم الغدد الصماء وليس جميع الغدد الصماء. التركيب بتاعها بتبقى عباره عن ايه يا دكتور؟ بتبقى عباره عن 3 فصوص بجزئين. بيبقى شكلها عامل كده اهو، بتبقى عباره عن فص كده اهو، ده اسمه فص امامي، فص تاني صغنون ضامر في الانسان اسمه فص اوسط، وفص تالت اسمه فص خلفي. والفص الخلفي ده بيكون متصل بمنطقه تحت المعده او الهايبوثالاموس بعنق كده او جمعه عصبيه بالشكل ده. فده كده لو هنكتب البيانات هيبقى عندك ده فص امامي، وده فص اوسط، وده فص خلفي، والحته دي اسمها عنق او جمعه عصبيه، دي اسمها عنق او جمعه عصبيه او جمع عصبيه. والمنطقه اللي فوق دي اللي هي نازله منها دي منطقه تحت المهاد، تحت المهاد او الهايبوثالاموس. خلاص، فهي عباره عن 3 فصوص. جاي لك الفص الامامي والاوسط شاطرين. شاطرين يا دكتور ازاي؟ بيقدروا يعملوا هرموناتهم بنفسهم، يعني بيقدروا يفرزوا الهرمونات ويخزنوهم ويطلعوهم للدم. عشان كده بنطلق على الفص الامامي والفص الاوسط دول مع بعض بنسميهم جزء غدي، لان احنا عارفين ان كلمه غده بتطلق على اي عضو مفرز، ودول بيبقى فيهم خلايا افرازيه فبيقدروا يفرزوا الهرمونات ويخزنوهم ويطلعوهم للدم. لكن الفص الخلفي والعنق العصبيه للامانه كحيانين، ما بيعرفوش يعملوا الهرمونات، ما فيهمش خلايا عصبيه انا اسف، ما فيهمش خلايا افرازيه، كحيانين ما بيعرفوش يفرزوا هرمونات. طب هرموناتهم جالك، هرموناتهم بتعملها لهم خلايا عصبيه مفرزه موجوده في منطقه تحت المهاد وتبعتها لهم بالمنظر ده. فالفص الخلفي حتى وظيفته ان هو بس بيخزنهم ويحررهم للدم. يعني لو قلت لك ايه وظيفه الفص الخلفي هتقول لي دكتور تخزين الهرمونات وتحرير للدم، فوظيفته انه بيخزنهم ويطلعهم للدم.
فسموا الفص الخلفي مع العنق او الجمع العصبيه الاثنين دول مع بعض سموهم جزء عصبي، لان هرموناتهم للامانه هرمونات عصبيه عملتها خلايا عصبيه مفرزه موجوده في منطقه تحت المعده او الهايبوثالاموس. يبقى لو قلت لك تحتوي او قلت لك جميع خلايا الغده النخاميه هي خلايا غديه افرازيه، تقول لي لا يا دكتور، لان الفص الخلفي يا دكتور لا يحتوي على خلايا افرازيه. يبقى هل كل الغده النخاميه خلاياها بتبقى افرازيه؟ لا، لان الفص الخلفي ما فيهوش خلايا افرازيه، ده وظيفته بيخزن الهرمونات ويحررهم للدم. تعال نبدا بالجزء الغدي، وده الاهم وده اللي اتسمت اصلا المايسترو بسببه. هو جالك الجزء الغدي ده بيطلع زربيح هرمونات. بص، بيطلع هرمون يكلم العظام والعضلات، اسمه ايه الهرمون ده؟ اسمه جي اتش، جروث هرمون. ده بيروح يكلم عظام وعضلات واحشاء. بيني وبينك لو عايز تزود معلومه يعني، فده اول هرمون. تاني هرمون، فيه هرمون بيروح يكلم الدرقيه اسمه تي اس اتش، ده اسمه الهرمون المنبه للدرقيه، ده منبه لغده اسمها الغده الدرقيه، ده اسمه تي اس اتش. وكمان بتبعت هرمون بينبه اسمه اي سي تي اتش، ده بينبه قشره الغده الكظريه. هل بينبه الكظريه كلها يا دكتور؟ لا، القشره. الكظريه دي بتبقى عباره عن منطقتين، اللي بره قشره واللي جوه نخاع. يبقى هل هي بتنبه الغده الكظريه كلها؟ لا، القشره بس جزء من الغده الكظريه. يبقى هل بتؤمر الغده الكظريه باجملها؟ لا، جزء منها. يبقى ده الاي سي تي اتش. كمان بتبعت هرمون يا شباب بيروح يكلم الغدد الثدييه. اسمه ايه الهرمون ده اللي بيكلم الغدد الثدييه؟ اسمه يا دكتور برولاكتين، برولاكتين. وده بينبه مين يا دكتور؟ الغدد الثدييه. يعني عايز اقول لك انها مش بس بتتحكم في غدد صماء، لا، دي بتتحكم في غده قنويه زي الغده الثدييه. ما انت عارف ان الغده الثدييه دي بتفرز اللبن بره الدم، بره الجسم، ذات افراز خارجي خارج الجسم. كمان بتبعت هرمونات تاني يا دكتور، كمان بتبعت هرمونات اسمها هرمونات منبهه للمناسل. واحد اسمه اف اس اتش، واحد اسمه ال اتش، والاثنين دول بنقول عليهم منبه للمناسل. واحنا عارفين المناسل خصيتين في الذكر، مبيضين في الانثى. عندنا مناسل مذكره الخصيتين، مناسل مؤنثه المبيضين. اول هرمون معانا الجي اتش، ده اسمه جروث هرمون او هرمون النمو، واسمه فاضح، يعني هو مسؤول عن النمو. وطالما النمو يبقى هنعمل بروتين، دايما البروتين هو اللي بيعمل نمو للجسم. عشان كده هرمون النمو ده قالك بيتحكم في الايض، عمليات الايض، خاصه تصنيع البروتين، خاصه تصنيع البروتين، وبذلك يتحكم في نمو الجسم. ايه يا دكتور الايض ده؟ الايض ده اللي هو الهدم والبناء. لا اما الاكل تحرجيه وتطلع منه طاقه، ده اسمه هدم، لا اما تجمعيه وتبني حياه، ده اسمه بناء. فالايض اللي هو الهدم والبناء. فقال لك هرمون النمو ده النمو بيتحكم في الايض، بالذات تصنيع البروتين، عشان كده بيتحكم في نمو الجسم. هرمون النمو ده يا دكتور، هرمون النمو ده لو نقص في الطفوله، لو نقص الجي اتش ده في الطفوله، هيعمل لك حاله اسمها القزامه. بيبقى قزم بس بيبقى كل حاجه عنده تمام، جنسيا تمام، عقليا تمام، وجسمه متناسق، هو بس بيبقى قصير، بيعمل قزامه. طب يا دكتور لو زاد هرمون النمو، لو زاد الجي اتش هرمون النمو في الطفوله، بيعمل حاجه اسمها عملاقه، وده بيبقى عملاق من كل حاجه، كل حاجه عنده كبيره، كل حاجه عنده كبيره، دي اسمها حاله العملاقه. طب يا دكتور افرض هرمون النمو ده زاد في البالغين، افرض زاد هرمون النمو ده في البالغين، برافو عليكم، بيعمل حاله اسمها الاكروميجالي. يبقى حاله اسمها ايه يا دكتور؟ الاكروميجالي. الاكروميجالي، والاكروميجالي دي يا شباب بتبقى عملاقه موضعيه، يعني هو عملاقه في اماكن معينه، خصوصا الاجزاء البعيده زي اصابع الايدين واصابع الرجلين والجمجمه، فهي دي بيحصل عملاقه موضعيه. هنا الاكروميجالي ما بيبقاش طويل، بيبقى طوله عادي، بني ادم عادي، لان هرمون النمو زاد بعد البلوغ، فالطول بتاعه عادي. بس الفكره كلها بيحصل تجديد نمو الاجزاء البعيده في العظام الطويله كالايدي والاقدام والاصابع، وتضخم عظام الوجه، بتحصل كده زي اشرف، وشه بيبقى عامل زي العلبه زي البوكس. فهنا الاكروميجالي ده اللي هو بيحصل تجديد نمو الاجزاء البعيده في العظام الطويله كالايدي والاقدام والاصابع، وتضخم عظام الوجه، عظام الوجه. عشان كده المريض ده يا عيني بيديج عليه الجلافز، وبيديج عليه الاحذيه، وبيديج عليه القبعه الطاقيه. يبقى الطاقيه بتديج عليه، والجلافز بيديج عليه، والاحذيه بتديج عليه، ده حاله الاكروميجالي. هرمون النمو ده بيتفرز اثناء النوم العميق، يعني من عظمه ربنا النمو شيء بينفول، شيء مؤلم، فمن عظمه ربنا خلانا هرمون النمو ده بيزيد اثناء النوم العميق،
عشان كده السهر المتكرر بيأثر على معدل نمو الاطفال، عشان كده ما بننصحش ان الاطفال يسهروا كتير، لان الهرمون ده من عظمه ربنا علينا بيتفرز في النوم العميق. هرمون النمو ده بيعزز انقسام الخلايا العظميه والغضروفيه، ما بيكبر، فهو بيعزز انقسام الخلايا العظميه والغضروفيه. يبقى من ضمن اللي بيعملوا هرمون النمو، لو عايزين نزود معلومه هنلاقيه ان هو بيعزز انقسام الخلايا العظميه، وكمان يا دكتور الغضروفيه، العظام والايه والغضاريف. دي كده من فوائد هرمون الجي اتش او الجروث هرمون او هرمون النمو. طبعا هرمون النمو بيحفز عمليه بناء البروتين، يعني بيحفز النسخ والترجمه. يعني لو جاب لك في الامتحان نسخ وترجمه وقال لك مين الهرمون اللي بيحفز العمليه دي، هو هرمون المعلم، ده هرمون النمو، لان ده بتاع بناء البروتين. ده اول معلومه، اول هرمون ده اللي عايزين نعرفه عنه. تاني هرمون معانا اسمه الهرمون المنبه للدرقيه، بينبه الدرقيه انها تفرز هرموناتها. هرمون مين بالذات؟ الثيروكسين، ملهوش دعوه بالكالسيتونين. الدرقيه بيبقى عندها هرمونين، هو ليه دعوه بالثيروكسين بس، فهو بينبه الدرقيه انها تفرز الثيروكسين. الاس تي اتش ده بينبه قشره القذريه انها تفرز هرمونات القشره، الهرمونات بتاعه القشره، هم كلمتين وخلصوا. البرولاكتين بقى بينبه الغدد الثدييه على افراز وتكوين اللبن، بيخليها تكون اللبن، برولاكتين تكوين، فده بينبه الغدد الثدييه لتكوين اللبن. احفظها، برولاكتين تكوين. وخلي بالك اللبن فيه بروتين الكازين وفيه سكر اللاكتوز، فبيحفز تكوين البرولاكتين والسكر يعني. فبرولاكتين تكوين اللبن، خلاص، بس ما بيطلعهوش، بيكونه بس. على فكره هرمون البرولاكتين ده بيكون في الذكور وبيكون في الثدييات، بس تاثيره بيكون في الستات مش في الرجاله، يعني هو موجود في الاثنين، في الذكور والاناث، بس يتضح اثره في الاناث لان هو بيعمل على تكوين اللبن، لكن في الراجل ما بيعملش كده، فهو بيتضح اثره فين؟ في الانثى. عندنا هرمونين تاني منبهين للمناس، الاف اس اتش والال اتش. الاف اس اتش ده ليه تاثير على الراجل وليه تاثير على الست. تعال نشوف تاثيره على الراجل ايه وعلى الست ايه. ادي الست وادي الراجل. اولا الاف اس اتش اسمه فضحه، اسمه اف اس اتش، فوليكل ستيميوليتنج هرمون، يعني الهرمون المحفز لتكوين الفوليكل اللي هي الحويصله، فبيسموه الهرمون المحوصل او المحفز لتكوين الحويصله. الهرمون ده قلت لك افتكرها اف يعني جرف، بيعمل على نمو الحويصلات في المبيض وتحويلها لحويصله جراف. يبقى في الانثى نمو الحويصلات في المبيض وتحويلها الى حويصله جراف بالمنظر ده، فبتكون مستقبلاته يعني على الحويصلات دي، بيعمل لها نمو ويحولها لحويصله جراف. وحويصله جراف خلي بالك يعني وهي بتكبر بتطلع هرمون اسمه هرمون الاستروجين. هرمون الاستروجين ده اللي مسؤول عن صفات الانثى، صفات ثانويه للانثى، استر كلها انوثه، صفات ثانويه للانثى زي نعومه الصوت وكبر حجم الثديين. عشان كده لو قلت لك هرمون من النخاميه بيأثر على صفات الانثى تقول الاف اس اتش، لان الاف اس اتش عمل حويصله جراف، وحويصله جراف طلعت استروجين اللي اظهرت صفات الانثى، نعومه الصوت وكبر حجم الثديين، استر كلها انوثه. خلاص، خلي بالك حويصله جراف هي غده صماء مؤقته، مش بتبقى دايما موجوده، مش غده صماء دايمه زي النخاميه، لا دي غده صماء مؤقته، فتره وبتروح خلاص، بيجي هرمون يفرجعها، فعشان كده بنقول عليها غده صماء مؤقته. يبقى الاف اس اتش في الانثى حول الحويصلات لجراف، طلعت استروجين اظهرت صفات الانثى. طب في الراجل قلت لك دايما اف جرف في الانثى، ونيبات وحيوانات في الراجل، جرف وحيوانات. في الراجل بيعمل حاجتين. ايه هما الحاجتين يا دكتور؟ بيعمل رقم واحد تكوين الأنيبات المنوية، ودي لما يكون لسه طفل فبيكون الأنيبات المنوية. طب ولما يكبر بيكون الحيوانات المنوية، تكوين الحيوانات المنوية، ده كده عند البلوغ. يبقى بيعمل له حيوانات منوية وهو بيعمل له حيوانات منوية وهو بالغ، أنيبات وهو طفل، فبتأثر على خصية الطفل انها تعمل انيبات وخصية شخص بالغ انها تعمل حيوانات. الحيوانات المنوية دي بتتعمل منين؟ من خلايا كده في الخصية اسمها خلايا جرثومية أمية، تنقسم عدة انقسامات بتكون في النهاية الحيوانات. عارف انت المراحل بتاعة التضاعف وده كله، الاف اس اتش ده اللي بيحفزها، هو الاف اس اتش اللي بيحفز انقسام الخلايا الجرثومية الأمية عشان نكون الحيوانات المنوية. كده خلصنا الاولاني الاف اس اتش. ال اتش اسمه فضحه، اسمه ليتونايزنج هرمون، يعني الهرمون المحفز لتكوين الجسم الاصفر او بيسموه الهرمون المصفر. برضو الهرمون ده يا شباب ليه تاثير في الراجل وليه تاثير في الست. بيعمل ايه في الست وبيعمل ايه في الراجل؟ بالنسبه للست ال اتش ده بيفجر ويحرر ويكون، جالك بيفجر حويصله جراف زهقتوا انتوا منها، ويحرر البيضيه الثانويه البويضه ويكون الجسم الاصفر. يروح الجسم الاصفر يفرز هرمون اسمه البروجسترون، يبقى الجسم الاصفر يفرز هرمون اسمه البروجسترون، وده الهرمون اللي بيحافظ على الحمل
ده الهرمون اللي بيحافظ على الحمل. يبقى ال اتش بيفجر ويحرر ويكون الجسم الاصفر، هيفرز بروجسترون وده اللي بيحافظ على الحمل، وبيفرز طبعا لمده 3 شهور وهي حامل يعني، بعدين بتكمل المشيمه زي ما انتم عارفين. بالنسبه للراجل ال اتش بيعمل ايه؟ قال لك بيحفز تكوين الخلايا البينيه، يحفز تكوين الخلايا البينيه وافرازها للهرمونات الذكوريه، وافرازها للهرمونات الذكوريه اللي هي الاندروجينات اللي بتظهر صفات الذكر من خشونه الصوت وقوه العضلات، صفات ثانويه للذكر، ثانويه للذكر، خشونه صوت، قوه عضلات، نمو شعر على الوجه. خلي بالك الاف اس اتش مسؤول عن صفات الانثى، ال اتش مسؤول عن صفات الذكر، لان ال اتش عمل الخلايا البينيه وطلعت هرمونات ذكوريه ظهرت صفات الذكر، لكن الاف اس اتش هو اللي عمل جراف اللي طلعت استروجين اللي اظهرت صفات الانثى. فالاف اس اتش صفات الانثى، ال اتش صفات الذكر. خلي بالك لو راجل عقيم اديله اف اس اتش، لان احنا عايزين عقيم يعني ما عندوش حمامات منويه، فنديله اف اس اتش عشان يعمل حمامات منويه. لكن لو ست عقيمه الاثنين اف اس اتش وال اتش، لان الاف اس اتش بيجهز العروسه والال اتش بيطلع العروسه. يبقى لو راجل يعاني من العقم بسبب هرمون يبقى هنديله هرمون الاف اس اتش، لو ست بتعاني من العقم بسبب نقص هرموني هنديها اف اس اتش وال اتش، اف اس اتش يجهز العروسه وال اتش يطلع العروسه. فدي كده كانت هرمونات الجزء الغدي. طبعا الاف اس اتش وال اتش لهما دور في اكتمال النضج الجنسي، من غيرهم يصبح الرجل عقيم والانثى عقيمه، فلهما دور في اكتمال النضج الجنسي. فدي هرمونات الجزء الغدي خلصناها. فاضلنا مين يا دكتور؟ فاضلنا هرمونات الجزء العصبي. تعال نعملها في نفس السبوره، نحاول يعني هحاول اعملها لك في نفس السبوره على قد ما اقدر. يعني هرمونات الجزء العصبي، يبقى رقم 2 احنا خلصنا الجزء الغدي. رقم 2 هرمونات الجزء العصبي بالمنظر ده كده. هنرسم الجزء العصبي على السريع. قال لك ده الفص الخلفي، ده الفص الخلفي، ودي العنق او الجمل العصبيه، العنق او الجمل العصبيه. جالك هم ما بيعملوش هرموناتهم بتعملها لهم خلايا عصبيه مفرزه موجوده في منطقه تحت المهاد وتبعتها لهم. دي نهايه الخلايا العصبيه. نهايه الخلايا العصبيه بتبقى موجوده كده في وريد، لان الوريد هو اللي طالع من الغده النخاميه. ادي وريد، والهرمون ينزل على طول هنا كده اهو. لو انا هرسم الهرمون باللون الاحمر ينزل على طول للدم على طول عشان يمشي في في الدم. فده بالمنظر. فالهرمونات بتاعتهم عملتها لهم خلايا عصبيه مفرزه. عشان كده لو جالك في الامتحان كل الخلايا العصبيه بتنقل سيالات، قول له غلط. انا عندي خلايا عصبيه في منهجي اسمها خلايا عصبيه مفرزه، دي بتعمل هرمونات الجزء العصبي من الغده النخاميه. يبقى مش كل يا دكتور الخلايا العصبيه بتنقل سيالات، لا، انا عندي خلايا عصبيه بتعمل هرمونات اللي هي دي. بتتعمل منها في جسم الخليه ويفضل ماشي في المحور لغايه نهايه الخليه اللي بيكون في الفص الخلفي، وبتكب الهرمونات على طول في في الوريد. خلاص. ايه هم الهرمونين دول؟ هم هرمونين. هم كام هرمون؟ هم 2. الهرمون الاول اسمه الاي دي اتش، الهرمون الثاني اسمه الاكستوسين. يبقى الهرمون الثاني اسمه الاوكسيتوسين. هم هرمونين، دي هرمونات مش غديه، دي هرمونات غير غديه، هرمونات عصبيه. خلاص. اولا الاي دي اتش او اسمه انتي ديوريتيك هرمون، مضاد لاضرار البول، مضاد لاضرار البول، ولانه بيعمل انقباض للاوعيه الدمويه فاسمه قابض للاوعيه الدمويه، او بالانجليزي فازو بريسين هرمون. فازو يعني وعاء دموي، بريس يعني قابض، بنختصره بفي اتش. كل الاسماء دي بتاعته هو واحد اسمه اي دي اتش او ضد اضرار البول، قابض للاوعيه الدمويه، فازو بريسين او بنختصره في اتش. وظائف الهرمون ده من اسمه، يعني للامانه سهل يجاوب كده ان الهرمون ده وظيفته من اسمه مضاد لاضرار البول، يعني ضد ان البول ينزل كتير. فالهرمون ده رقم 1 بيقلل كميه البول عن طريق اعاده امتصاص الماء في النفرون، بيقلل كميه البول. ازاي يا دكتور؟ عن طريق اعاده امتصاص الماء في النفرون، دي الوظيفه بتاعته. عشان كده سميناه ضد اضرار البول، يعني ضد ان البول ينزل كتير. يعني يا دكتور انت عايز تقول الهرمون ده يا دكتور الهرمون ده بيعمل ايه للبول؟ يعني لو عايزين نقول كده اهو، عايزك تقول لي دكتور الهرمون ده بيعمل ايه للبول وبيعمل ايه للدم. بالنسبه للبول الهرمون ده بيقلل كميته ويزود تركيزه. بالنسبه للبول بيقلل كميه البول، بيقلل كميته ويزود ملوحته، بيزود اسموزيته، بيزود تركيزه، لان هو راح للبول خد منه الميه رجعها للدم فقلل كميه البول بس البول نزل مركز.
طب بالنسبه للدم، هو دلوقتي بيرجع الميه للدم، فبكده هو بيزود حجم الدم، بس رجع ميه فملوحه الدم جلت، فهو بيجلل اسموزيه الدم. يبقى ده بالنسبه لتاثيره على البول وبالنسبه لتاثيره على الدم. السؤال الثاني، الهرمون ده يا شباب متى يفرز؟ ده سؤال مهم. متى يفرز؟ بيتفرز امتى؟ لما نعوز ميه. طب امتى بنعوز ميه؟ لما حد يكون مثلا صايم وعطشان، في حاله الصيام صايم وعطشان يطلع اي دي اتش، ما انا محفظها لك، صايم وجعان جلوكاجون، صايم وعطشان اي دي اتش، فيطلع الاي دي اتش. في حاله الصيف ولا الشتاء؟ في الصيف يا دكتور، لان الصيف حر فالبني ادم هيعرق كتير، فلما يعرق عايزين ميه يبقى عايزين اي دي اتش، انت احفظها كده، عايزين ميه يبقى عايزين اي دي اتش. في حاله يا دكتور بذل مجهود عنيف، لما واحد يعمل مجهود هيعرق، فلما يعرق عايزين ميه يبقى عايزين اي دي اتش، فيطلع الاي دي اتش. في حاله لما واحد ياكل وجبه اسماك مملحه، فهنا ملوحه الدم هتعلى، الدم هيبقى مالح، فطالما الدم مالح عايزين ميه يبقى عايزين اي دي اتش، طالما عايزين ميه عايزين اي دي اتش. كمان الهرمون ده خلق للنزيف، تسمع نزيف في السؤال ما تفكرش، هو الاي دي اتش، لان انا نزفت فقدت ميه، فانا عايز ميه يبقى عايز اي دي اتش، عايز ميه يبقى على طول اعرف ان انت عايز اي دي اتش. ده متى يفرز الهرمون. طب يا دكتور استنى، هو ايه اللي يحصل يا دكتور لو الهرمون ده نقص؟ ماذا يحدث لو نقص الاي دي اتش؟ لو نقص الاي دي اتش يا دكتور هنعمل حمام كتير وهنعطش كتير، فالانسان هيعمل كميه كبيره من البول، المخفف ولا المركز؟ المخفف، لان هنا البول نازل فيه ميه كتير، فالانسان هيعمل حمام كتير وبالتالي هيعطش كتير، يعني هيؤدي الشعور بالعطش. عشان كده بنسمي الحاله دي، بنسمي المرض ده بول سكري كاذب، اعراضه شبه اعراض السكر، فعشان كده سميناه بول سكري كاذب. فلو نقص الاي اتش الانسان هيعمل حمام كتير وهيعطش كتير، وده سميناه بول سكري كاذب. ده ماذا لو نقص الهرمون. طب يا دكتور استنى، هو ايه الوظيفه الثانيه للهرمون؟ من اسمه يا حبيبي، انا لسه بقول لك اسمه القابض للاوعيه الدمويه، لان بيعمل انقباض للعضلات الملساء في الشريان فيرفع الضغط، بيعمل كده انقباض للاوعيه الدمويه او العضلات الملساء اللي في الشريان، فبالتالي بيرفع ضغط الدم، عشان كده سموه قابض للاوعيه الدمويه، فبيرفع ضغط الدم. وعشان كده ممكن ناخد بالنا من حاجه، ان في كلمه متى يفرز، بيتفرز لما يكون ضغطك عالي ولا واطي؟ واطي، عشان هو بيعلي الضغط، فبيفرز في حاله لما يكون ضغط الدم واطي، فهنا بيطلع عشان يعلي الضغط، فهو اسمه قابض للاوعيه الدمويه لانه بيعمل انقباض للاوعيه الدمويه وبيرفع ضغط الدم. بيسموه هرمون الافاقه عشان بيفوجوا بيه في العمليات الجراحيه، لما حد بيعمل عمليه وبياخد مخدر، المخدر يوطي الضغط، فاحنا عايزين نفوجه فنروح ندي اي دي اتش، فبيتاخد بعد العمليات للافاقه، يعني ده استخدامه بعد العمليات عشان يفوجوا بيه. فده كده الهرمون رقم 1 بالنسبه لنا، اللي هو المضاد لاضرار البول او قابض الاوعيه الدمويه او فازوبريسين، هرمون مهم جدا 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 ومتوقع عليه اسئله كتير. طب الهرمون الثاني اسمه الاكستوسين، او اسمه المنظم لتقلصات الرحم، المنظم لتقلصات الرحم. الهرمون ده وظيفته ايه؟ جالك الهرمون ده بينظم تقلصات الرحم ويزيدها بشده اثناء الولاده، يبقى دي اول وظيفه ليه، ان هو بينظم تقلصات يعني انقباضات الرحم. هو بيشتغل على جدار الرحم مش بطانه الرحم، بيشتغل على جدار الرحم، بينظم تقلصات الرحم ويزيدها بشده اثناء الولاده، عشان كده بيسموه حتى هرمون الطلق، ده اللي بيسرع الولاده، عشان كده بيستخدموه الدكاتره للاسراع من الولاده، الهرمون ده طبعا بيأثر، خلي بالك المعلومه دي مهم، بيأثر على جدار الرحم، على عضلات الرحم الملساء، ما بيأثرش على بطانه الرحم، فده بينظم تقلصات. تلاقي الهرمون ده طول ما الست حامل كده اهو، تلاقي الهرمون ده تركيزه كده اهو قليل 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 قليل، نيجي مثلا في الاسبوع مثلا 40، ده الاسبوع بتاع الولاده، تلاقي الهرمون ده بدا ايه؟ يزيد. فمين الهرمون اللي واطي 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 وبدا يزيد عند الولاده؟ هو ده هرمون مين يا دكتور؟ هرمون الاكستوسين. طول الحمل قليل، عند الولاده بدا يزيد عشان يسرع من عمليه الولاده. مش بس كده، الهرمون ده له وظيفه ثانيه. ايه يا دكتور الوظيفه الثانيه؟ انت عارف ان البرولاكتين بيعمل على تكوين اللبن، الاكسوسين بقى بيطلع اللبن، قال لك اندفاع ونزول اللبن من الثدي، ونزول اللبن من الثدي استجابه للرضاعه، فاللي عمل برولاكتين تكوين اللبن، اكسوسين اندفاع ونزول اللبن. مفيش اكسيتوسين استحاله الرضاعه طبعا الطبيعيه. طبعا الاكسيتوسين ده لو اتاخد لست حامل في الشهر الخامس تسقط، لان هو بيسرع الولاده فهتسقط،
لكن لو اتاخد في الشهر التاسع في اواخر التاسع لا عادي، هتولد عادي طبيعي. فعلى حسب بقى، لو اتاخد في الشهر الثاني تسقط، في الثالث تسقط، وهكذا. تلاقي الهرمون على فكره بعد ما بيقل كده في الولاده، تلاقيه عند الرضاعه يبدا يزيد تاني ويقل، كل ما ترضع يزيد ويقل، يزيد ويقل، ده في الرضاعه. فهو بيفرز في الولاده وبيفرز كمان في الرضاعه، ده الاكسوس. هتلاحظ ان الهرمونين دول الاثنين غير متخصصين، يعني الاثنين دول يتقال عليهم هرمونات غير غديه، لانها مش جايه من الغده، دي هرمونات عصبيه غير متخصصه. يعني عندك الاي دي اتش بيشتغل على الكليه والاوعيه الدمويه، الاكسوسين بيشتغل على الرحم والثدي، لكن عندك التي اس اتش درقيه بس، اس تي اتش قذريه بس، برولاكتين غدد ثدييه بس. فدي كانت دي فيهم متخصص، لكن دول كانت هرمونات غير متخصصه وبرده غير غديه. دي كده هرمونات الغده النخاميه، مش محتاج معلومه تانية اكتر من المعلومه اللي في السلايد دي او اللي في السبوره دي. دايما هخلي لك كل غده سبوره، ما عدا في غدد صغنونه ممكن ناخد غدتين مع بعض. فدي الغده الاولى، اكتبهم كده ورايا بالشكل ده، هتلاقيهم سهلين جدا ومذاكرتهم سهله. تمام، ندخل على الغده رقم 2. الغده الثانيه مين يا دكتور؟ الغده الثانيه هي الغده الدرقيه، من الغدد المهمه جدا جدا جدا، الغده الدرقيه. زي ما متعودين، اول سؤال بنساله المكان بتاعها فين. الغده الدرقيه بتكون فين يا دكتور؟ بتكون في الجزء الامامي من الرقبه ملاصقه للجوصله الهوائيه. يبقى المكان بتاعها معروف، الجزء الامامي من الرقبه ملاصقه للجصبه الهوائيه. يبقى الجزء الامامي من الرقبه ملاصقه للجصبه الهوائيه. الوصف بتاعها او اللقب بتاعها بيسموها غده النشاط، شعللها شعلل، ولعها ولع، فاسمها غده النشاط. التركيب بتاعها يا دكتور بتبقى عباره عن ايه؟ بتبقى عباره عن فصين بينهما برزخ كوبري، فصين بينهما برزخ، جسر كده، ده حلقه الوصل اللي بينهم، فصين بينهما برزخ. اللي فاتت كانت 3 فصوص، لكن دي عباره عن فصين بس بينهما برزخ. شكلها بيبقى عامل كده اهو، بص بتبقى شكلها كده، دي شكلها ادي فص، وادي الكوبري اللي بينهم، وادي الفص التاني، فهي فصين بينهم كوبري، بينهم برزخ. بتبقى الخلايا بتاعتها كلها كده، كل الخلايا بتاعتها كده حويصليه، بلالين بلالين، دي الخلايا بتاعتها اهي بالشكل ده، كل شكلها بتبقى عامله كده زي بلالين كده اهو. فهي بتبقى عباره عن غده حويصليه تميل للون الاحمر، غده حويصليه يعني كلها بلالين، خلي بالك دي غده حويصليه صماء تميل للون الاحمر. ليه اللون الاحمر؟ لانها غده صماء، وانت عارف الغده الصماء لونها احمر ليه؟ لان بيتخللها شبكه كثيفه من الشعيرات، لانها بتفرز الهرمونات في الدم، لان تعريف الهرمون بيفرز في الدم، فلازم يبقى حواليها دم كتير. وطالما شويه خلايا بيكونوا ملمومين كده من بره بنسيج ضام، فبيكون محاطه بغشاء من نسيج ضام، ده كده المنظر بتاعها. يبقى غده حويصليه تميل للون الاحمر، محاطه بغشاء من بره من نسيج ضام. الغده الدرقيه دي بتفرز هرمونين 2. كام هرمون يا دكتور؟ هرمونين. الهرمون رقم 1 انا هبدا اكتب الكالسيتونين الاول، اللي هو هرمون الكالسيتونين. والهرمون الثاني هو البطل بتاع الحصه، هو هرمون الثيروكسين، هرمون الثيروكسين بالمنظر ده. اول هرمون الكالسيتونين، تعال نتكلم عنه. والله يا دكتور اسمه فضحه، سموه كالسي لان كالسيوم، تونين يعني بيجلل، بس نكتبه عادي لان انا كاتبه ليه كده لوحه لكم ليه، مش عارف انا بعذبكم ليه معاه. الكالسيتونين، طبعا كالسي يعني كالسيوم، تونين يعني بيجلل، خلاص ده تعرف، ده الهرمون اللي وظيفته بيجلل الكالسيوم في الدم عن طريق ان هو بيمنع سحبه من العظام. يبقى الهرمون ده وظيفته ان هو بيجلل الكالسيوم في الدم. ازاي يا دكتور؟ عن طريق 1 يزود ترسيبه في العظام، يزود الكالسيوم في العظام، ياخده من الدم يحطه في العظام، عشان كده حتى بيسموه صديق العظام. يقول لك لو العظم حب يكافئ هرمون اكافئ الكالسيتونين، لان ده بياخد الكالسيوم من الدم ويحطه لي في العظمه تبقى انشف تبقى اقوى. عشان كده ممكن نعالج بيه حد عنده هشاشه عظام، اديله كالسيتونين هياخد الكالسيوم من الدم يحطه في العظم فيخلي العظمه انشف واقوى. الهرمون ده بيتغاظ جو من الكالسيوم، دايما عايز يقلل الكالسيوم في الدم. تفتكروا الهرمون ده يروح للامعاء يقول لها كالسيوم هاتيه ولا نزليه في البيبي؟ لا، يقول لها مش عايزه، نزليه، ده انا عايز اخلص منه اصلا. فهو بيمنع امتصاصه من الامعاء، بيمنع امتصاصه من الامعاء،
تفتكروا الهرمون ده يروح للكليتين يقول لها رجعيه ولا نزليه في البيبي؟ لا، يقول لها نزليه في البيبي، انا مش عايزه اصلا. فهو بيزود اخراجه من الكليتين، يزود اخراجه من الكليتين. ده مش عايز الكالسيوم، ده عايز يقلل او يوطي الكالسيوم، فهو بيزود اخراجه من الكليتين. طب يا دكتور هرمون الكالسيتونين ده، السؤال متى يفرز؟ لازم دايما انا بسأل نفسي السؤال ده، متى يفرز؟ امتى الهرمون ده يتفرز؟ لما الكالسيوم يعلى، لما اكل منتجات مليانه كالسيوم فهو يطلع عشان يوطي. يبقى متى يفرز؟ عند زياده الكالسيوم في الدم. لما ناكل منتجات البان كتير، في الاكثار من تناول وجبات من الالبان، فالكالسيوم هيعلى فيطلع الكالسيتونين عشان يوطيه. طب يا دكتور سنة هو ايه اللي يحصل يا دكتور لو الكالسيتونين يا دكتور دوا اللي انت بتقول عليه ده نقص؟ هيزيد الكالسيوم في الدم. يعني السؤال بقى ايه اللي يحصل لو نقص الكالسيتونين؟ ما لو نقص الكالسيتونين، ايه اللي يحصل لو نقص الكالسيتونين؟ هو وظيفته انه يوطي الكالسيوم، فالكالسيوم ايه؟ ان غاب الجهد طلع بيه فور هيبقى عالي، هيزيد الكالسيوم في الدم. فلما يزيد الكالسيوم في الدم هيحصل ايه يا دكتور؟ هيعمل حاجه اسمها حصوات كلويه، هيعمل حصوات كده في الكليه لان الكالسيوم بيجي زايد في الايه؟ في الدم. خلاص ده كده المعلم ده الاولاني، الهرمون الاول. خلاص الهرمون الثاني الثيروكسين، وهو ده اللي بيفرز بتاثير التي اس اتش، يعني ده اللي بيفرز تحت تاثير التي اس اتش، لكن ده لا. يعني التي اس اتش ده بينبه الدرقيه انها تطلع ثيروكسين مش كالسيتونين، ده بيتفرز على حسب الكالسيوم في الدم، لكن ده بيتفرز بتنبيه هرموني اللي هو عن طريق التي اس اتش. هرمون الثيروكسين ده يا دكتور ليه كام وظيفه؟ ليه 4 وظائف مهمين جدا وانتوا عارفينهم. انتوا عارفين حفظناهم، قلتها لك قبل كده، قلت لك سكريات احاديه، معدلات ايض اساسيه، قوه عقليه وبدنيه، شعرك وجلد كوليه. يبقى حفظناهم كده، فاكرينهم؟ كنا بنقول كده اهو: سكريات احاديه، معدلات ايض اساسيه، قوه عقليه وبدنيه، شعرك وجلد كوليه. فرقم 1 كان بيحافظ على سلامه الجلد والشعر. طب مش انت عارف ان الجلد ده خط دفاع اول؟ يبقى هو ليه دور مناعي في خط الدفاع الاول، لانه عمل الجلد، والجلد ده حاجز مناعي او خط دفاع اول. فلو جالك هرمون ليه دور مناعي، طبعا هرمون الثيروكسين، لانه بيحافظ على سلامه الجلد. 2 بيحفز امتصاص السكريات الاحاديه من القناه الهضميه، يحفز امتصاص السكريات الاحاديه من القناه الهضميه. يعني يا دكتور الكلمه دي، يعني بياخد السكر الاحادي سواء جلوكوز او فركتوز من الامعاء ويحطه في الدم، فهو بيزود السكر في الدم. خد من الامعاء حط في الدم. بيحط في مين بالذات يا دكتور؟ في الوريد البابي الكبدي، لان الوريد الخارج من الامعاء محمل بالغذاء. ادي الامعاء بالمنظر ده، الامعاء دي بيبقى طالع منها وريد رايح للكبد. اسمه ايه الوريد ده؟ داخل الكبد من بابه، اسمه وريد بابي كبدي. فاللي بياخد السكريات الاحاديه من الامعاء ويروح يحطها في الوريد ده هو هرمون الثيروكسين، هرمون الثيروكسين. فلو جالك مين الهرمون اللي بيزود السكر في الوريد البابي الكبدي؟ الثيروكسين، لان هو اللي بيحفز امتصاص السكريات الوحيده من القناه الهضميه. جالك الوريد الخارج من الامعاء محمل بالغذاء، مين اللي ملاه بالجلوكوز؟ هو الثيروكسين. فده رقم 2. يؤثر على معدل الايض الاساسي ويتحكم فيه، يؤثر على معدل الايض الاساسي ويتحكم فيه. ايه معدل الايض الاساسي؟ اللي هو بيزل ميتابوليك ريت، معدل الحرق. ودي بتختلف من حد لحد. يعني مثلا انا كصميل انا يوميا عايز 2000 كالوري، جسمي عايز 2000 كالوري. حد تاني جسمه رفيع شويه هو محتاج مثلا 3000 كالوري مثلا. يعني بتختلف من حد لحد. فلو انا وهو كلنا نفس الوجبه اللي هي 3000 كالوري، هو هيحرقهم كلهم والدنيا تمام، انا لا، انا هحرق 2000 ويتبقى 1000 اخزنهم بقى في صوره الازاليز، في صوره دهون، فانا اتخن. فالحرق ده بيختلف من حد لحد. دايما تلاقي اي حد متختخ كده مكلبص يقول لك انا عايز اعمل تحليل للغده، يقصد بها الدرقيه، يقصد بيه الثيروكسين، لان هو اللي بيؤثر على معدل الايض الاساسي ويتحكم فيه. قوة عقلية وبدنية، قال لك ينمي ويطور القوة العقلية والبدنية، القوة العقلية والبدنية. الهرمون ده لو نقص عند حد هيعاني حرفيا من أسوأ أنواع التخلف، عقليا بدنيا جنسيا، هيعاني من التخلف بأنماطه الثلاثة. يعني لو جالك تتولد من غير نمو ولا ثيروكسين كله من غير نمو، اخرها هبقى قزم قصير، لكن من غير ثيروكسين ده انا هبقى اعاني من أسوأ انواع التخلف. ايه المشاكل اللي في الثيروكسين؟ احتمالين: لا اما نقص في الثيروكسين، كلمه نقص على فكره بتساوي كلمه قصور، كده الغده مقصره مش شغاله كويس. لا اما زياده في الثيروكسين، زياده ثيروكسين.
يبقى هم دول المشكلتين، لا اما نقص او زياده. والله لو نقص الثيروكسين يا حبايب قلبي، لو نقص الثيروكسين هيحصل تضخم بسيط اللي هو بيسميه جويتر بسيط، تضخم بسيط. ولو زاد الثيروكسين هيحصل برضو تضخم بس معاه جحوظ في العينين، فسموه تضخم جحوظي لان هو معاه جحوظ العينين. يا دكتور استنى، هو ايه يا دكتور؟ انا عايز اسالك سؤال كده لو لابي شويه. هو ايه اللي ينقص يا دكتور الثيروكسين؟ في احتمال الاولاني احتمال يكون سهل، يكون نقص الثيروكسين بسبب نقص اليود في الهواء والماء والغذاء، وده سبب سهل. وعشان هو سبب سهل علاجه سهل. انت عارف ايه العلاج بتاعه ده؟ علاجه ببساطه اضافه اليود للملح والغذاء. يبقى هو سبب سهل وعلاجه سهل. سبب نقص اليود في الهواء والماء والغذاء ادى الى نقص الثيروكسين، والاعراض بتاعته ايه؟ تضخم بسيط في الغده الدرقيه، ده الاعراض بتاعته. طب والعلاج؟ اضافه اليود للملح والغذاء. صعبه دي؟ لا. طب في اسباب تانية يا دكتور؟ في اسباب تانية طبعا. ممكن يكون نقص الثيروكسين ده بسبب حاجتين، لا اما خلل في الغده النخاميه، لا اما خلل في الغده الدرقيه. احتمالين، لا اما خلل في النخاميه او خلل في الدرقيه. طب يا دكتور انا اعرف منين السبب ده ولا ده؟ بص يا حبيب قلبي، لو لقيت من التحليل، لو لقيت التي اس اتش قليل وترتب عليه الثيروكسين قليل، يبقى كده المشكله دي يا معلم في النخاميه، لان انا معلمك حاجه مهمه قوي. يعني هنا نقص الثيروكسين بسبب نقص التي اس اتش. فاكر لما كنت بقول لك هي نخاميه عكس بعض درقيه؟ لو التي اس اتش ناقص وترتب عليه الثيروكسين ناقص، دي مشكله نخاميه. لكن لو لقيت التي اس اتش عالي والثيروكسين ناقص، كده النخاميه ملهاش دعوه، كده المشكله في الدرقيه، هي اللي كسلانه، هي اللي مش شغاله، اللي هنا المشكله في الدرقيه. وانا حفظتك هي نخاميه عكس بعض درقيه، واطي وواطي نخاميه، عالي وواطي، يبقى كده مشكله في الدرقيه، فدي ممكن يكون سبب في النخاميه او الدرقيه. المهم نقص الثيروكسين ممكن يكون سببه بسيط، نقص اليود في الهواء والماء والغذاء، بس الفكره لو ما خدش العلاج ممكن يجلب بمضاعفات خطيره. يعني هنا ممكن نقص الثيروكسين لو ما اتعالجش هيؤدي الى مضاعفات. يبقى هنا لو ما اتعالجش النقص هيؤدي الى مضاعفات خطيره. والمضاعفات دي يا دكتور حسب ايه؟ حسب السن. مش فاهم، حسب المرحله اللي حصل فيها المضاعفات دي. والله لو المضاعفات دي حصلت في الطفوله او المضاعفات دي حصلت عند البلوغ، يعني لو نقص عند الطفوله وما اتعالجش فعمل المضاعفات الخطيره دي، هيعمل ايه في الطفوله؟ هيعمل حاله اسمها القماء. عارفين الطفل القميء؟ ايه القميء ده؟ طفل بيعاني من اسوأ انواع التخلف، عقليا بدنيا جنسيا. جنسيا ما بيخلفش، عقليا ابله، متخلف عقلي. بدنيا جسمه شاكب على بعضه، دماغه كبيره ورقبته قصيره قد السمسمه وجسمه قصير، فالدنيا عنده بايظه خالص. فهنا القماء دي بصوا بالنسبه للنمو العقلي، عقليا بيبقى ابله، عنده تاخر في النمو والفهم، عقل طفل صغير. بالنسبه لجنسيا عقيم، جالك عنده تاخر في النضج الجنسي، يعني ما بيخلفش. بالنسبه لبدنيا لا، مش متناسق، غير متناسق، راسه كبيره، الراس كبيره، والرقبه قد السمسمايه، رقبه وجسم قصير. دي اسمها حاله القماء. كنت بقول لك لو نقص الثيروكسين في الطفل المسكين وشه يبقى كبير وجسمه لسه صغير، دي قماء يا مسكين من نقص الثيروكسين. طب ايه العلاج؟ نديله ثيروكسين بس في اول سنتين بس، قبل ما يبقى متخلف عقليا. فالعلاج هو ثيروكسين في خلال اول سنتين فقط من الولاده، قبل ما يبقى متخلف عقليا. دي حاله القماء. لكن لو نقص الثيروكسين في البالغين هيدينا ميكسوديما، يبقى هيدينا ميكسوديما. لو نقص الثيروكسين في البالغين يدينا ميكسوديما. دي واحده ست تخينه، الميكسوديما دي واحده ست تخينه، شعرها وقع في الطينه، بردانه، تعبانه، قلبها قهيانه، اسمها ميكسوديما. هنا دي بلغت، يعني عقليا تمام، جنسيا زي الفل، المشكله كلها بقى بسبب اعراض نقص الثيروكسين. فقلنا دي واحده ست تخينه عندها رقم واحد هبوط مستوى الايض، مستوى التمثيل الغذائي، الحرج عندها قليل، وعشان ما بتحركش مش تقدر تتحمل البرد، عدم تحمل البروده، وعشان ما بتحركش هيبقى عندها زياده وزن الجسم لدرجه السمنه المفرطه، سمنه مفرطه. وعلى فكره على الرغم انها بتتخن ما بتاكلش، يعني نقص الثيروكسين بينقص الشهيه، يعني بيؤدي الى فقدان الشهيه، يعني هي الشهيه عندها ما بتاكلش وبتتخن. طبعا ما بتحركش فما بتعركش، فبيحصل جفاف الجلد وتساقط الشعر،
بيبقى عندها قله في ضربات القلب، قله ضربات القلب. بيبقى عندها الشعور السريع بالتعب، الشعور السريع بالتعب، بتتعب بسرعه. خلاص. طب يا دكتور ايه العلاج؟ اديها سيروكسين. العلاج هو هرمونات الغده الدرقيه او مستخلصاتها تحت اشراف طبي متخصص. يبقى العلاج ايه هو يا دكتور؟ هرمونات الدرقيه او مستخلصاتها تحت اشراف طبي متخصص، تحت اشراف طبي ايه؟ متخصص. بس هو ده العلاج بتاعها. طب يا دكتور لو زاد الثيروكسين هيعمل تضخم جحوظي. كلمة جحوظي دي معناها جحوظ العينين، تضخم ومعاه جحوظ العينين. كلمة تضخم دي بتساوي انتفاخ الجزء الأمامي في الرقبة، انتفاخ الجزء الأمامي من الرقبة مع جحوظ العينين، عشان كده سموه تضخم جحوظي. ايه اعراض التضخم الجحوظي؟ الثيروكسين زايد فالحرج عنده عالي، زيادة في أكسدة الغذاء، وطالما بيحرق كتير على طول حران، عدم تحمل الحرارة، عدم تحمل الحرارة، جسمه كله مولع نار لأن الحرج عالي. طالما بيحرق كتير هيبقى عنده نقص في وزن الجسم، نقص الكتلة العضلية لأن الحرج عنده عالي جدا. وعلى فكرة على الرغم ان هو بيخس الا انه بياكل كتير، يعني زيادة الثيروكسين بتزود الشهية، يعني بياكل كتير. عنده سرعة ضربات القلب، زيادة في ضربات القلب. عنده تهيج عصبي، حرفيا بيتخانق مع دبان وشه. عنده تهيج عصبي لان هو عنده طاقة زيادة. حرفيا هنا المريض وهو قاعد قدام الدكتور ضربات قلبه سريعة وبيعرق كأنه بيجري وبيعمل مجهود وهو قاعد في مكانه. يعني واحد قاعد ضربات قلبه سريعة وبيعرق وهو قاعد في مكانه، وده بسبب زيادة هرمون الثيروكسين. خلاص. طب ايه العلاج؟ العلاج بسيط، هو استئصال جزء من الغدة الدرقية او استخدام مركبات طبية خاصة. يبقى العلاج، التريتمنت، العلاج هو استئصال جزء من الدرقية او استخدام مركبات طبية خاصة، مركبات طبية خاصة. ده العلاج بتاعة الجويتر الجحوظي او التضخم الجحوظي. طب يا دكتور ايه اسباب زيادة الثيروكسين؟ مع نفس القصة، يعني ليه الثيروكسين زاد؟ لا اما خلل، يعني تعالى نكتبها في جملة واحدة، لا اما خلل نخامية او خلل درقية، لا اما مشكلة نخامية او درقية. هعرفها منين؟ اهي نفس اللي هناك بالظبط. قال لك لو لقيت التي اس اتش عالي والثيروكسين عالي يبقى دي مشكلة مين؟ نخامية، هي نخامية. طب لو لقيت التي اس اتش يا دكتور واطي والثيروكسين عالي دي مشكلة درقية، هي نخامية كده، دي مشكلة نخامية، لكن دي مشكلة درقية. هي نخامية عكس بعض درقية. خلصت الغدة الدرقية ومش محتاجة أكتر من اللي هو على البورد أو السبورة اللي قدام عينيك. الغدة رقم 3 ويبقى الدرس الأول خلص. هي اسمها الغدد، هي مش غدة للأمانة، هم غدد. عشان كده بنقول الغدد جارات الدرقية، الغدد جارات الدرقية. الغدد جارات الدرقية يا دكتور دول 4 غدد، 4 أجزاء منفصلة، 2 على كل جانب من الغدة الدرقية. هم مش غدة، دول 4، 2 يمين و2 شمال. قال لك هم عبارة عن 4 أجزاء منفصلة، 2 على كل جانب من الدرقية، على كل جانب من الدرقية. يعني لو انا هرسم لك رسم كده سريع جدا 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 للغدة الدرقية اها، هلاقي ان هلاقي ان هنا كده اهو في واحدة، وهنا كده اهو في واحدة، وهنا كده اهو في واحدة، وهنا كده اهو في واحدة. فهم عبارة عن 4 أجزاء منفصلة، 2 على كل جانب من الدرقية. وطالما ظهروا يبقى ده منظر خلفي، لأن هم الغدة الدرقية عاملة كده اهو، هم مش هنا، هم ورا، هم في الجزء الخلفي. طالما ظهروا يبقى ده جزء خلفي. يا دكتور بس ازاي البرزخ باين؟ ما هو انا لو الغدة شلتها كده اهو وبصيت هنا هيبان البرزخ، لكن لو انا خدت المنظر الخلفي من ورا هنا مش هيبان البرزخ. يعني انا لو قلت لك هو ده منظر ايه هتقول لي خلفي. هل لعدم ظهور البرزخ؟ لا، البرزخ اهو، هو منظر خلفي لوجود جارات الدرقية. طب افرض رسمت لك الغده الدرقيه كده اهو من غير البرزخ، يبقى ده منظر خلفي اكيد، بس هو بص من ورا.
لكن هنا هو شايلها وبص من هنا فشاف الاربعه، فده منظر خلفي طبعا. خلاص. اللقب بتاعها بيسموها غده العظام، لازم كل غده تعرف اللقب بتاعها، مهم جدا. اسمها غده او غدد العظام. الغدد الجيران الدرقيه ما بيفرزوش غير هرمون واحد بس، واحد بس، يا نهار ابيض، هو واحد بس، اسمه هرمون الباراثرمون. وخلي بالك جرات الدرقيه لا تقع تحت سيطره النخاميه، ولا جرات الدرقيه ولا نخاع القذريه ولا البنكرياس ولا المعده ولا الامعاء ولا مبيض الطفله، لكن خصيه الطفل بتتاثر، الاف اس اتش افتكر. خلاص. يبقى تاني، يبقى اللي مش بيتاثروا بالنخاميه جيران الدرقيه، نخاع القذريه والبنكرياس والمعده والامعاء ومبيض الطفله. هنا النخاميه ما بتطلعش هرمونات تسيطر عليهم، ما بتسيطرش على الجماعه دول. فالمهم هرمون الباراثرمون فيه طور يتجنن لو ما لقيش كالسيوم في الدم. الهرمون ده وظيفته ان هو يزود الكالسيوم في الدم. يبقى ايه الوظيفه بتاعته؟ ان هو يزود الكالسيوم في الدم عن طريق واحد سحبه من العظام، يروح ياخد الكالسيوم من العظم ويروح يحطه في الدم. ده رقم واحد. تفتكروا الهرمون ده هو عايز يزود الكالسيوم في الدم، بيموت ان الكالسيوم يشوفه في الدم. تفتكروا يروح للامعاء يقول لها هاتيه، ولا نزليه في البيبي يقول لها هاتيه، فهو يحفز امتصاصه من الامعاء. طب تفتكروا الهرمون ده هيروح للكليتين، يقول للكليتين خرجيه ولا رجعيه؟ رجعيه. فهيمنع خروجه من الكليتين، هيمنع خروجه من الكليتين. السؤال اللي بعده، الهرمون ده السؤال الاهم بالنسبه لي، متى يفرز؟ امتى الهرمون ده بيتفرز؟ لما ينقص الكالسيوم في الدم. يبقى عندما ينقص الكالسيوم في الدم، كده احنا عايزين كالسيوم، يبقى عايزين باراثرمون. يعني بيتفرز كمان في الجنين في الشهر الرابع من الحمل، لان في الشهر الرابع من الحمل العيل بيبدا يتكون جهازه الهيكلي، فياخد الكالسيوم من عند امه، فيجيلي الكالسيوم عند امه، فيتفرز عندها الباراثرمون. عشان كده ستات الحوامل كانوا بيعانوا من سقوط الاسنان وهشاشه العظام، لان الكالسيوم هينقص، لان العيل خد الكالسيوم منها، طلع الباراثرمون بدا يسحب الكالسيوم ويحطه في الدم، فبيتفرز طبعا لما ينقص الكالسيوم في الدم، خصوصا في الشهر الرابع من الحمل في الست الحامل يعني. خلاص. طيب تمام يا دكتور. الهرمون ده ايه اللي يحصل لو هرمون الباراثرمون نقص؟ ماذا لو نقص الباراثرمون؟ لو نقص الباراثرمون بالمنطق والعقل هينقص الكالسيوم في الدم، ولما ينقص الكالسيوم في الدم هيعمل تيتاني، تشنجات عضلية مؤلمة، وهيعمل سرعة الانفعال والغضب والثورة لأقل سبب، هتصور من أتفه الأسباب. سرعة الانفعال والغضب والثورة لأقل سبب. خلي بالك الحتة دي مهمة. هرمون نقصه يعصب وهرمون زيادته يعصب. زيادة الثيروكسين تعصب، نقص الباراثرمون يعصب. عنصر نقصه يعصبك، نقص الكالسيوم. نقص الكالسيوم بيعمل سرعة انفعال وغضب وثورة لأقل سبب. الحتة دي مهمة. يبقى من الهرمون لو زاد يعصبك الثيروكسين، لو نقص يعصبك الباراثرمون. يبقى لو نقص هينقص الكالسيوم في الدم، تيتاني، سرعة انفعال وغضب وثورة لأقل سبب. طب ماذا لو زاد الباراثرمون؟ ماذا لو زاد الباراثرمون؟ لو زاد الباراثرمون يا دكتور بالمنطق والعقل هيزيد الكالسيوم في الدم نتيجة سحبه من العظام، فتصبح العظام هشة سهلة الكسر، يبقى هشاشة عظام. وزيادة الكالسيوم في الدم هيعمل حصوات كلوية، يبقى زيادة الباراثرمون تعمل حصوة، نقص الكالسيتونين يعمل حصوات كلوية، يبقى يزيد الكالسيوم في الدم فتصبح العظام هشة سهلة الكسر ويجيب حصوات كلوية. الرسمة دي في غاية الأهمية. ده مستوى الطبيعي للكالسيوم، ده مستوى الكالسيوم الطبيعي، ده المستوى الطبيعي. يحصل ايه يا دكتور لو الكالسيوم زاد عند النقطة دي؟ مين الهرمون اللي هيفرز عشان يرجعني للطبيعي؟ ولما الكالسيوم ينقص ايه الهرمون اللي هيفرز هنا عشان يرجعني للطبيعي؟ ده السؤال. يبقى السؤال الكالسيوم دلوقتي عالي، مين هيطلع هنا؟ هيطلع الكالسيتونين عشان يوطيه. طب ولما وطي هيطلع الباراثرمون عشان يعليه. يعني عايز اقول لك ان الباراثرمون والكالسيتونين
عكس بعض في الشغلانه عشان يعملوا اتزان داخلي لنسبه الكالسيوم في الدم. فهم هرمونات بيظبطوا الوضع الداخلي، بيظبطوا الكالسيوم. زي ما هناخد بعد شويه الانسولين والجلوكاجون بيظبطوا السكر، وعرفنا الكالسيوم والباراسيمون بيظبطوا الكالسيوم، وهنعرف كمان عرفنا ان الاي دي اتش بيظبط الميه. فاحنا بندرس الهرمونات اللي بتعمل توازن داخلي، اتزان داخلي. مش محتاج في كل الرغي ده كله تعرف اكتر من المعلومات اللي اتجالت قدامك. كده احنا خلصنا الدرس الاول، وهندخل بقى على الدرس الثاني اللي بيبدا بالغدد الكظريه، وبعدين البنكرياس، وبعدين المناسل والقناه الهضميه، ويبقى الدرس فينيت وخلص على الاخر يعني. فاحنا هنتكلم عن رقم 3 اللي هما الغدتين الكظريتين او فوق الكلويتين. رابع غده يا شباب هي الغده الكظريه. الغدتين الكظريتين اسمها الغده الكظريه، او ليها اسم تاني اللي هي فوق كلويه، او اسمها الغده الادرينالينيه لانها بتفرز الادرينالين، وده من اهم الهرمونات اللي بتفرزها. فدي الاسماء كلها. اول سؤال مكانها سبحان الله يا اخي فوق الكليه، ما هي اسمها كظريه او فوق كلويه. فوق الكليه. اللقب بتاعها كالعاده اسمها غده الانفعال، بيسموه حتى غده الانفعال. التركيب بتاعها، المنظر بتاعها بتبقى عامله كده اهو، ده الشكل بتاعها. بتبقى عباره عن منطقتين، المنطقه اللي من بره دي اسمها الجشره، واللي من جوه دي اسمها النخاع. خارجيه تسمى جشره، داخليه تسمى نخاع، وهرمونات الجشره غير هرمونات النخاع. طبعا قال لك حتى الكتاب قال لك متميزه من الناحيه التشريحيه والفسيولوجيه. تشريحيا ان المنطقتين غير بعض، وفسيولوجيا غير بعض، هرمونات ده غير ده. طبعا الجشره اللي بيؤمر الجشره انها تفرز هرموناتها طبعا الاي سي تي اتش، ده هرمون منبه لجشره الكظريه. يروح لجشره الكظريه كده اهو، يقول لها تفرز هرموناتها، تروح الجشره مطلعه هرموناتها. ادي هرمونات الجشره. طب النخاع، لا النخاع بيتحكم فيه جهاز اسمه الجهاز العصبي السمبثاوي بتاع السسبنس كله، خوف واثاره وقتال، هو اللي بيأمرها الجهاز العصبي السمبثاوي. فاول فرق بينهم نوع المنبه. المنبه للجشره هو منبه هرموني، المنبه للنخاع هو منبه عصبي عن طريق طبعا الاستايلكولين. يعني لو قال لك مين الماده اللي بتحفز النخاع لافراز هرموناته، الاستايلكولين. لكن مين اللي بينبه الجشره؟ الاس تي اتش. طبعا التنبيه العصبي بيكون اسرع بس مدى قصير، بيبقى سريع وبيخلص بسرعه. الهرموني بطيء ومدى طويل، فاحنا عايزين نقارن بينهم. فالعصبي سريع ومدى قصير، الهرموني بطيء ومدى طويل، فده الفرق بين الاثنين. المهم يعرف ان الجشره تنبيه هرموني، لكن النخاع بيبقى تنبيه عصبي، جهاز عصبي سمبثاوي، والماده اللي بتحفز النخاع على افراز هرموناته هي الاستايلكولين. المهم تعالى نبدا بالجشره. هرمونات الجشره كلها هرمونات دهنيه، كلها هرمونات استرويديه، يعني هرمونات دهنيه. عشان كده الجشره بيغلب عليها اللون الاصفر، لان الدهون لونها اصفر فيغلب على الجشره اللون الاصفر. الجشره بتطلع ايه يا دكتور؟ قال لك بتطلع 3 مجموعات من الهرمونات. كم مجموعه؟ 3. اول حاجه اول مجموعه الهرمونات السكريه. تاني مجموعه يا دكتور، تاني مجموعه معانا اسمها المعدنيه. تالت مجموعه اسمها الجنسيه. يبقى كم مجموعه هما؟ 3 مجموعات، سكريه معدنيه وكمان جنسيه. السكريه من اسمها سكريه بتنظم ايضا الكربوهيدرات، بتنظم ايضا كربوهيدرات، ودول هرمونين، كورتيزون وكورتيكوستيرون. كربوهيدرات، كورتيكوستيرون. على فكره الكربوهيدرات اللي هي سكريات ونشويات عشان تبقى عارفها يعني. فمين هم الهرمونات السكريه يا دكتور؟ الاثنين بالكاف، كورتيزون وكورتيكوستيرون. خلاص. بتنظم ايضا الكربوهيدرات، سكريات ونشويات. بيني وبينك هي بتعمل عمليه تحول للاحماض الامينيه الى جلوكوز. دي اسمها عمليه تحول، بتعمل تصنيع للجلوكوز من مصدر غير كربوهيدراتي. عشان كده الكورتيزونات ما بنحبش نديها للاطفال، لان لو اديناها للاطفال هتؤثر على معدل نموهم، لانها بتاخد الاحماض الامينيه اللي بنعمل منها البروتين وتروح محولها للجلوكوز، فهي بتاثر على نمو الاطفال. طبعا بتثبط المناعه، الكورتيزونات دي مثبط للمناعه، مثبطه للمناعه. يعني انت لما بتعيا بتظهر عليك اعراض المرض، سخونه وكحه وعطس، واعراض المرض بتساهم في شفاء المرض. لو انت عايز تحوش الاعراض دي كلها اللي اصلا هتخليك تخف،
خد كورتيزون. حتى الدكاتره ماشيين بمبدا اف ذا كوز انون جيف كورتيزون، لو انت مش عارف عنده ايه اديله كورتيزون. خلاص، هي مثبطه للمناعه، يعني تنفع كعلاج لامراض المناعه الذاتيه، لما الجسم يحارب نفسه لا اديله كورتيزون، فتنفع في امراض المناعه الذاتيه. كمان مضادة التهاب، وانت عارف اللي بيعمل التهاب الهستامين، فهي مضادة هستامين لانها مضادة التهاب، يبقى ينفع نعالج بيها امراض المناعة الذاتية، يبقى تنفع في علاج امراض المناعة الذاتية، الاوتو اميون ديزيز، زي الذئبة الحمراء كده اهو، عادي ينفع الكورتيزون كعلاج يعني. خلاص، دي اول معلومة عن الهرمونات السكرية. المعدنية سموها معدنية عشان بتحافظ على توازن المعادن في الجسم، يبقى ليه سميت بمعدنية؟ اصل يا دكتور بتحافظ على توازن المعادن بالجسم، عشان كده سموها معدنيه. هرمونات كتير بس احنا مش هناخد غير واحد بس، اهمها الالدوستيرون. الالدوستيرون ده بيروح للكليه يقول لها الصوديوم هاتي والبوتاسيوم في البيبي نزليه، فهو بيعمل على، قال لك يعمل على اعاده امتصاص بالصاد الصوديوم والتخلص من البوتاسيوم الزائد عن طريق الكليتين، من البوتاسيوم الزائد. يروح للكليه يقول لها الصوديوم هاتيه والبوتاسيوم في البيبي نزليه. السؤال الالدوستيرون ده، السؤال الالدوستيرون ده متى يفرز؟ متى يفرز؟ بيتفرز امتى؟ اكيد انت عرفت. اكيد الالدوستيرون ده يا دكتور بيتفرز لما الصوديوم ينقص في الدم، في حاله نقص الصوديوم في الدم او زياده البوتاسيوم في الدم. يبقى لما يكون الصوديوم عالي واطي في الدم او البوتاسيوم عالي، لا احنا عايزين الالدوستيرون عشان يجيب لنا صوديوم ويخلص من البوتاسيوم، فدي الحالات اللي بيفرز فيها. يعني لو قلت لك مثلا واحد واكل وجبه اسماك مملحه، اسماك مملحه كده في صوديوم، مش عايزين صوديوم، مش عايزين الدوستيرون، يبقى مش عايزين الدوستيرون. بس اسماك مملحه دي هتملح الدم، سوسيس الدم هتعلى، فعايزين ميه، فعايزين اي دي اتش. يبقى لما ناكل اسماك مملحه نطلع اي دي اتش وما نطلعش الدوستيرون. هو الالدوستيرون بيطلع لما نعوز صوديوم. على فكره الالدوستيرون بيعلي الضغط، يعني من ضمن الحاجات اللي بيعملها الهرمون الالدوستيرون انه بيرفع الضغط. عشان كده لو حد ضغطه واطي نعالجه باي دي اتش والدوستيرون، هيظبطوا له الضغط، ودول بيرفعوا الضغط. يعني الالدوستيرون بيرفع الضغط زي الاي دي اتش، لان انا قلت لك بيرجع صوديوم ومعاه ميه فبيزود الضغط، بيرفع الضغط بتاع الدم يعني. خلاص، فهو بيتفرز لما يكون الصوديوم ناقص او البوتاسيوم عالي. لكن لما يكون في صوديوم كتير، مش عايزين صوديوم، مش عايزين الدوستيرون، عايزين صوديوم، عايزين الدوستيرون. خلاص. طب بالمنطق كده والعقل ايه اللي يحصل لو الالدوستيرون ده، ماذا لو هقول لو نقص وانت تعرف لو زاد، يعني هقول واحده بس. ايه اللي يحصل لو نقص الالدوستيرون؟ هنشرح على البول وهنشرح على الدم. الالدوستيرون كان بيعمل ايه يا دكتور؟ برافو عليك، كان بيروح للكليه يقول لها الصوديوم هاتيه والبوتاسيوم في البيبي نزليه. لو الالدوستيرون نقص فبالتالي هينقص الصوديوم في الدم وهيزيد البوتاسيوم في الدم. عكسه بالبول، فبالتالي هيزيد الصوديوم في البول وهيقل البوتاسيوم في البول. يبقى لو نقص الالدوستيرون هينقص الصوديوم في الدم ويزيد البوتاسيوم في الدم، والبول العكس. احفظ الصوديوم والبول العكس. والارتفاع برضو لو زاد الالدوستيرون هيزيد الصوديوم في الدم ويقل البوتاسيوم في الدم، والبول العكس. فانت احفظ واحد والتاني عكسه. دي الهرمونات المعدنيه. الجنسيه سموها ليه جنسيه؟ لان لها نشاط مشابه، لها نشاط مشابه للهرمونات الجنسيه، للهرمونات الجنسيه اللي هم التستوستيرون بتاع الذكوره، تستوستيرون بتاع الذكوره، والاستروجين والبروجسترون بتاع الانوثه، فليها نشاط مشابه. انت كذكر الجشه بتفرز لك حبه هرمونات ذكوره صغننين وحبه هرمونات انوثه. انت كبنت الجشه بتفرز لك حبه هرمونات انوثه صغننين وحبه هرمونات ذكوره، فخلي بالك عارفها. فايه اللي يحصل بقى يا دكتور لو حصل خلل؟ ماذا لو حصل خلل في التوازن بين الهرمونات بتاعه الجشره والهرمونات اللي طالعه من المبيض والخصيه، بين الهرمونات الجنسيه الاساسيه؟ هيحصل ايه؟ 3 بلاوي لو حصل خلل في الافراز. ايه ال3 بلاوي يا دكتور؟ رقم 1 ظهور صفات وعوارض الانوثه على الذكور البالغين. ده الراجل المنسون، هو هيحصل كده اهو، ظهور صفات وعوارض الذكوره على الاناث البالغين، دي البنت المسترجله.
طب يا دكتور لو حصل تورم في الجشره، لو الجشره ورمت هتؤدي الى ضمور المناسل. لو حصل تورم في الجشره الافراز بتاعها زاد. وعلى فكره كلمه تورم في الجشره يعني الالدوسترون عالي، معناها الصوديوم هيزيد في الدم والبوتاسيوم هيقل في الدم، معناها زياده الالدوسترون، يعني معناها الكورتيزون والكورتيكوسترون علو، فمعناهم السكر في الدم هيعلى، معناهم ان هنا هيحصل ضمور للمناسل. لان انا قلت لك مبدا مهم جدا، قلت لك العضو الذي لا يستخدم يضمر. قلت لك لو واحد شاب عايز يبني جسمه كده وعضلات، جال لك انا اروح اخد هرمونات ذكوره، فلما ياخد هرمونات ذكوره الخصيه هتقول لنفسها ايه؟ طب ما هو واخد هرمونات ذكوره من بره، انا اتعب واعمل ليه؟ فتروح الخصيه تلاقيها ايه؟ ما تعملش، فتلاقي الخصيه ضمرت. العضو الذي لا يستخدم يضمر. قلت لك الناس اللي عندهم شلل الاطفال بتلاقي العظم بتاع رجلهم بدا يضمر 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 يضمر، لان العضو الذي لا يستخدم ماله يا دكتور؟ يضمر. عارف انت مثلا لو انا الغدد الجارات الدرقيه اللي كنت بنتكلم عنها من شويه صغننين، الجارات الدرقيه لو قعدت تفرز هرمونات الباراسرمون، وهرمون الباراسرمون المستقبلات بتاعته بايظه، يعني هو موجود في الدم بس مش عارف يشتغل، فبعد شويه تركيز الباراسرمون في الدم هيعلى، فجرات الدرقيه تقول لنفسها ايه؟ طب ما موجود الباراسرمون في الدم، انا اتعب واعمل ايه؟ فعلى المدى البعيد ممكن يحصل ضمور لجرات الدرقيه، ما تشتغلش تاني، لان هي شايفه ان الهرمون كتير في الدم، فتقول لنفسها ما موجود، انا اتعب نفسي ليه واعمل ايه؟ نفس القصه. ما لو الجشه ورمت افرازها للهرمونات الجنسيه عالي، الخصيه تقول لنفسها ما موجوده اعمل ايه؟ المبيض تقول لنفسه ما موجود اعمل ايه؟ فتلاقي الخصيه ضمرت والمبيض ضمرت ويؤدي الى العقم. فدي كده القصه بتاعت هرمونات الجشر. هرمونات النخاع. هرمونات النخاع بتتفرز اللي هي السمبساوي بتاع السسبنس كله، بتاع خوف، اثاره، قتال، رعب، هروب، توتر، امتحان وخايف منه، فيشتغل بقى جهازك السمبساوي. هيروح جهاز السمبساوي يؤمر النخاع ان يطلع هرموناته. ايه يا دكتور هرمونات النخاع؟ هرمونات النخاع اللي هم ادرينالين ونور ادرينالين. الادرينالين واخوه النور ادرينالين، دول اتنين ايه؟ اخوات. يطلع الادرينالين والنور ادرينالين يا دكتور هيعملوا ايه الادرينالين والنور ادرينالين؟ قال لك بص يا باشا، هيرفعوا الضغط والسكر وقوه سرعه انقباض القلب. قال لك هيزود السكر في الدم، هيزود الضغط، هيزود قوه وسرعه انقباض القلب، يبقى هيزود السكر والضغط وقوه سرعه الانقباض. هيزود السكر ازاي؟ هيروح يحول الجلايكوجين المخزن في الكبد والعضلات في الاثنين اهو الى جلوكوز بالمنظر ده. يبقى هيزود السكر، هيزود الضغط، هيزود قوه وسرعه انقباض القلب. وقال لك الكتاب كل هذه التغيرات بتساعد العضلات في الحصول على الطاقات اللازمه للانقباضات والانبساطات مع زياده استهلاك الاكسجين، ويظهر ذلك اثناء التمارين. ادرينالين بيفرز في حالات التمارين والخوف والاثاره والقتال والرعب، كل ده بيتفرز فيه الادرينالين. بيرفع السكر، بيرفع الضغط، بيزود قوه وسرعه انقباض القلب. كل هذه التغيرات بتساعد العضلات في الحصول على الطاقات اللازمه للانقباضات والانبساطات مع زياده استهلاك الاكسجين، ويظهر ذلك اثناء هذه التمارين. ادرينالين تمارين بيتفرز في التمارين. اول الحاجات دي كلها بيعلي السكر والضغط، وده كله بيأثر على العضلات الملساء لانه بيرفع ضغط الدم، بيأثر على العضلات الهيكليه انه بيحول الجلوكوجين لجلوكوز، بيأثر على الكبد لانه بيحول الجلوكوجين لجلوكوز، بيأثر على حاجات كتيره قوي. فهو بيأثر على العضلات الهيكليه عشان يحول الجلوكوجين لجلوكوز، بيأثر على الكبد عشان يعمل تحويل الجلوكوجين لجلوكوز، بيأثر على العضلات القلبيه بيزود قوه سرعه انقباض القلب، بيأثر على العضلات الملساء لانه بيرفع ضغط الدم. دي كلها حاجات بيأثر عليها الادرينالين والنور ادرينالين اللي بيطلع من نخاع الغده الكظريه. بس خلصت، هي دي الغده الكظريه. طيب ايه الغده اللي بعديها؟ اسمها البنكرياس. الغده اللي بعديها جربنا نخلص خلاص. البنكرياس. اول معلومه عن البنكرياس، اللقب بتاعه بيسموا البنكرياس ايه يا دكتور؟ بيسموه منظم السكر، بيسموه ترموستات السكر، لان السكر عالي بيوطيه وطي بيعليه. بيقولوا على البنكرياس غده مزدوجه الوظيفه. ليه يا دكتور قالوا عليه مزدوج الوظيفه؟ لانه بيعلي السكر وبيوطيه، بيعمل كده اهو للسكر، فوظيفتين عكس بعض. قال لك السكر وطي هيعليه، السكر عالي هيوطيه، فعشان كده قالوا عليه غده مزدوجه الوظيفه. قالوا عليه كمان غده مختلطه او مشتركه، فغده مختلطه بين قوسين كده مشتركه. طبعا ما بيسيطرش عليه النخاميه، مالهاش دعوه بيه.
ليه قالوا عليه مختلطه او مشتركه؟ قال لك عشان بيعمل انزيمات في قناه فهو غده قنويه، بيفرز هرمونات في الدم فهو غده صماء، عشان كده قالوا عليه غده مختلطه. لو سالتك ليه قالوا عليه غده مختلطه هتقول لي اصل يا دكتور في خلايا، اصل يا دكتور تعالى نكتبها تحتيها، نعملها كده اهو، لا خليها كده احسن. في خلايا حويصليه اسمها قنيات العصاره البنكرياسيه. الخلايا دي يا دكتور قال لك بتفرز انزيمات اللي هي بين قوسين عصاره بنكرياسيه. بتفرزه فين يا دكتور؟ في القناه البنكرياسيه، القناه البنكرياسيه اللي رايحه للامعاء. وعلى فكره عصاره البنكرياس فيها انزيمات لكل الاكلات، ده حتى فيها انزيم بيحلل الدي ان ايه اسمه ديوكسيرايبونيوكلييز، فيها حرفيا انزيمات لكل الاكلات، كربوهيدرات، بروتينات، ليبيدات، احماض نوويه، حرفيا عصاره فظيعه رهيبه عنيفه. فعشان كده قلنا غده قنويه. كمان في خلايا تانية اسمها خلايا جوزر لانجر هانز. الخلايا دي بتفرز الانسولين والجلوكاجون. خلي بالك الجلوكاجون هرمون، الانسولين والجلوكاجون بتفرزهم فين؟ في الدم مباشره، فعشان كده هو غده صماء. يبقى ليه غده مشتركه؟ عشان عنده خلايا حويصليه اللي هي اسمها قنيات العصاره البنكرياسيه، ودي بتصب الانزيمات في قناه، وعنده جزر لانجرهانز بتفرز انسولين وجلوكاجون في الدم مباشره. خلي بالك في حاجه مهمه لازم تاخد بالك منها. ايه يا دكتور الحاجه المهمه دي؟ هكتبها لك فوق اهو، او هكتبها هنا وبعدين امسحها. كتب لك عضو واحد طلع منه افراز لا قنوي، راح لعضو 2 راح طلع منه افراز قنوي، رجع لعضو واحد. العلاقه دي مهمه جدا جدا جدا. ايه العلاقه دي؟ عضو واحد طبعا قال لك الامعاء او الاثنى عشر بتبعت هرمونات للبنكرياس اللي هم السكرتين والكوليسيستوكاينين، يروح البنكرياس يرد عليها بانزيمات تهضم الاكل، ده اللي هي انزيمات. العلاقه دي مهمه. يبقى الامعاء تبعت للبنكرياس هرمونات، يروح البنكرياس يرد عليها بانزيمات. يبقى الامعاء بعتت سكرتين وكوليسيستوكاينين يا بنكرياس عايزين نهضم الاكل، راح مطلع الانزيمات اللي هي العصاره البنكرياسيه. فدي علاقه مهمه. فاللي يحفز الخلايا الحويصليه دي انها تفرز الانزيمات بتاعتها، اول حاجه عندك مثلا السكرتين والكوليسيستوكاينين، ده تنبيه هرموني. في تنبيه كمان عصبي، وده بيبقى سريع قوي. تنبيه عصبي في الاول كده، اول ما الاكل يوصل للامعاء الخلايا العصبيه تقول للبنكرياس يلا طلع العصاره بتاعتك. وبعدين في تنبيه هرموني سكرتين وكوليسيستوكاينين بطيء. عشان كده ستارلينك لما قطع الاتصال العصبي بين البنكرياس وغيره من الاعضاء، هل توقف افراز العصاره البنكرياسيه ولا تاخر؟ تاخر، لان التنبيه الهرموني بطيء. فانا لو قطعت الاعصاب هتتفرز العصاره البنكرياسيه بس هتاخر، لان احنا عارفين ان العصبي سريع لكن الهرموني بطيء. فاللي بيشغل الخلايا الحويصليه تنبيه عصبي وهرموني، لكن اللي بيشغل جزر لانجرهانز بتشتغل على حسب نسبه الجلوكوز في الدم، ده اللي يشغل جزر لانجرهانز. لكن اللي يشغل طبعا الخلايا الحويصليه تنبيهين، عصبي سريع وهرموني بطيء. اللي يحصل لو قطعنا العصبي يحصل تاخر في افراز العصاره البنكرياسيه. تعالى بقى نشوف جزر لانجرهانز. قلنا بتفرز على حسب السكر في الدم. ايه اللي يحصل يا دكتور لو نقص السكر في الدم؟ ماذا لو نقص الجلوكوز في الدم؟ وماذا لو زاد الجلوكوز في الدم؟ دي اللي هنشرحهم دلوقتي. تعال نعمل كده زي خط كده فاصل بينهم. لو نقص الجلوكوز في الدم عايزين نعليه، يطلع الجلوكاجون منين؟ من الفا. قال لك نقص الجلوكوز في الدم ده هيحفز خلايا اسمها الفا. ما انت عارف بيتا عددها كبير وبتفرز انسولين، الفا عددها قليل وبتفرز جلوكاجون، فده يحفز خلايا الفا انها تطلع جلوكاجون. صايم وجعان جلوكاجون. الجلوكاجون بيعمل ايه يا دكتور؟ ده وظيفته يا دكتور ان هو يزود الجلوكوز في الدم. دي الوظيفه بتاعته انه يزود الجلوكوز في الدم. هيعملها ازاي يا دكتور؟ الهرمون ده هيروح يحول جلايكوجين الكبد فقط وليس العضلات الى جلوكوز. ما بيأثرش يا دكتور غير على جلايكوجين الكبد بس. يبقى لو انا الجلوكوز نقص، الفا تتحفز يطلع الجلوكاجون يحول الجلايكوجين الكبد فقط لجلوكوز فيرفع الجلوكوز للطبيعي. طب يا دكتور ماذا لو نقص بقى زاد الجلوكوز في الدم؟ هنا ده الانسولين بيتا عددها كتير، فده يحفز بيتا انها تطلع هرمون الانسولين،
والانسولين يقول لك مالكش فيه، السكر عالي وانا هوطيه. ده وظيفته بيوطي سكر في الدم للطبيعي. وعلى فكره ده الهرمون الوحيد اللي في منهجك اللي بيوطي السكر. اي هرمون يجيبوا لك بيوطي السكر ما تفكرش ده انسولين، اكيد انسولين. يا دكتور هيوطيه ازاي؟ جالك هيوطيه بثلاث طرق، 1 2 3. هيروح لكل الخلايا يقول لها خد السكر واحرجيه. يبقى 1 مرور السكريات الأحادية عدا الفركتوز. الفركتوز بيعدي لوحديه، ما يحتاجش الأنسولين يعديه. فمرور السكريات الأحادية عدا الفركتوز عبر غشاء الخلايا والحث على أكسدته. يعني ايه أكسدته؟ يعني حرجه، يعني هدمه، فبيحس على عملية الهدم. لسه السكر عالي يا دكتور، يروح محول الجلوكوز الزايد إلى جلايكوجين يخزن في الكبد والعضلات، ودي عملية بناء، بيبني جلايكوجين في الكبد والعضلات. لسه عالي يا دكتور، هيحول الجلوكوز إلى مواد دهنية. مواد دهنية بناء برضه تخزن في أنسجة الجسم المختلفة، يعمل لك دهون على الكبد، دهون تحت الجلد، في كل حتة. فبيحول الجلوكوز إلى مواد دهنية في أنسجة الجسم المختلفة. فلو ركزت كده على الأنسولين تحس إن ليه دورين، دور في الهدم والبناء. ليه دورين متعاكستين على الأيض بهدف واحد، إنه يوطي السكر. يعني بيعمل هدم للسكر وبيعمل بناء لهدف واحد بس، إنه يوطي السكر في الدم. فهو ليه دورين متعاكستين لهدف واحد، إنه يوطي السكر في الدم. الفركتوز على فكرة بيعدي لوحديه، ما يحتاجش الأنسولين يعديه. خلاص هو بيعدي السكريات الوحدية عدا الفركتوز عبر غشاء الخلية، يعني بيزود السكر جوه الخلايا. خلاص يا دكتور، خلاص يا قلبي. امتى بيتفرز الانسولين؟ لما السكر يعلى. الجلوكاجون لما السكر بيوطى. يعني لو حابين نرسمها نعبر عليها برسمه مهمه جدا. الرسمه دي، بصوا الرسمه دي، ده الجلوكوز الطبيعي. الخط ده الجلوكوز الطبيعي. لما السكر كده يا دكتور يعلى، مين يوطيه؟ ولما يوطى مين يعليه؟ ومين بيعلي فوق الطبيعي؟ مين الهرمون اللي هنا ومين اللي هنا ومين الهرمون اللي المتسبب في ده؟ مين الهرمون اللي وطى السكر؟ ده الانسولين. لما السكر يعلى الانسولين يقول لك مالكش فيه، السكر يعلى وانا اوطيه للطبيعي. طب مين الهرمون اللي هيرفعني للطبيعي؟ ده جلوكاجون، هيرجعني للطبيعي. طب مين الهرمون اللي بيزود فوق الطبيعي؟ ده الادرينالين والنور ادرينالين اخوه. ونور ادرينالين ده بيعلي فوق الطبيعي. يبقى مين الانسولين اللي بيوطي للطبيعي؟ انسولين. طب مين الهرمون اللي بيزود السكر في الخلايا؟ انسولين برضه، لانه بيفتح الخلايا ويدخل الجلوكوز. خلاص. طب مين الهرمون اللي بيعلي للطبيعي؟ جلوكاجون. اللي بيعلي فوق الطبيعي ادرينالين ونور ادرينالين، ودول مهمين. طب يا دكتور ماذا لو نقص السكر في الدم؟ الانسولين، انا اسف. ماذا لو نقص الانسولين في الدم؟ اول ما ينقص الانسولين يا دكتور، شيء منطقي وطبيعي ويدخل العقل، هيزيد السكر في الدم ويظهر ذلك في تحاليل الدم. هيزيد السكر في البول ويظهر ذلك في تحاليل البول. ولما يزيد السكر في البول هيخرج لوحده؟ لا، هيعلي اسموزيه البول، فهيسحب ميه معاه بالخاصيه الاسموزيه. فهنا كده يصاحبه اخراج كميات كبيره من الماء. فيبقى هنا في تعدد تبول كتير وعطش كتير. يبقى تبول كتير وعطش كتير، هينزل البول كده مركز فيه سكر كتير وسحب معاه ميه، يبقى صاحبه اخراج كميات كبيره من الماء، فيعمل حمام كتير ويعطش كتير. واحيانا مرضى السكر بيجيلهم غيبوبه سكر. يبقى دي 1 دي 2 3. احيانا يصاب مرضى السكر بغيبوبه السكر. احيانا. في ايه تاني؟ في جلوكوز كتير يا دكتور في جسمه بس مش عارف يستفيد بيه، فتلجأ الخلايا الى حرق الدهون. فهنا هينقص وزن الجسم لان الخلايا بتلجأ الى حرق الدهون. خلي بالك عندك حاجتين بيخسسوا، زياده الثيروكسين ونقص الانسولين. يبقى زياده الثيروكسين يخسس ونقص الانسولين يخسس، فخلي بالك من الحاجات دي بتبقى في غايه الاهميه. واسمه ايه المرض ده؟ اسمه مرض البول السكري. يبقى اسمه البول الايه؟ السكري. ولو عنده بول سكري بسبب نقص الانسولين يبقى العلاج بتاعه اديله انسولين. يبقى اللي عنده نقص انسولين نعالجه ازاي؟ نديله انسولين. فده كده قصه حياه او المختصر المفيد لكل ما تعرفه عن البنكرياس. كده فاضل لنا المناسل كلمتين فاضيين والله العظيم، وفاضل لنا القناه الهضميه كلمتين فاضيين برضو والله العظيم، ويبقى الدرس خلص. اخر حاجه بقى يا شباب هنتكلم عن الحاجه قبل الاخيره يعني للامانه، هنتكلم عن المناسل. المناسل هنكتبها في النص. المناسل.
المناسل طبعا انتوا عارفين ان في مناسل مذكره ومؤنثه. المذكره اللي هم الخصيتين، والمؤنثه اللي هم المبيضين. الخصيتين، اولا لازم تبقى عارف ان الخصيه هي غده مشتركه او غده مختلطه او مشتركه، لان بيكون ليها افراز قنوي وافراز لا قنوي. ليه بتقول عليها يا دكتور غده مشتركه او مختلطه؟ لان انت عارف طبعا ان الخصيه بيكون جواها انيبيبات منويه، ودي بيتم بداخلها تكوين الحيوانات المنويه، وده الافراز القنوي، لان الحيوانات المنويه بتتفرز في قناه الاول بتتحط في قناه البربخ وبعدين الوعاء الناقل زي ما انت عارف. وفي كمان خلايا بينيه بتفرز هرمونات ذكوريه اللي هم الاندروجينات، اللي هم الاندروسترون والتستوستيرون، ودول بيبقوا استرويدات للامانه، يعني اي حاجه فيها س وت ورا بتبقى هرمونات استرويديه، بتبقى استرويدات اللي هم الاندروسترون والتستوستيرون. والاندروجينات دي مسؤوله عن حاجتين. ايه هما الحاجتين؟ ظهور الصفات الجنسيه الثانويه للذكر، ظهور الصفات الجنسيه الثانويه للذكر، زي خشونه الصوت، قوه العضلات، نمو الشعر على الوجه، دي صفات الذكر الثانويه الاساسيه، انه يعمل حيوانات منويه، ده الاهم، دي صفات ثانويه. ورقم 2 بتعمل نمو للبروستاتا، ودي غده قنويه على فكره، والحويصلتين المنويتين، دي غدد قنويه، يعني كل دي قنويه سواء البروستاتا او الحويصلتين المنويتين. طبعا انت عارف ان اللي بيخلي الخصيه تعمل الانيبيبات والحيوانات الاف اس اتش، فدول مسؤول عنهم الاف اس اتش، انيبيبات وهو طفل، حيوانات عند البلوغ. واللي مسؤول عن الخلايا البينيه تكوينها وافرازها الهرمونات الذكوره هو ال اتش. مين هم الاندروجينات؟ اللي هم الاندروسترون والتستوستيرون، بيتفرزوا من الخلايا البينيه وبيعملوا الحاجات دي. خلصت، مش عايزين غير كده، هم دول الكلمتين اللي في الذكر تبقى عارفهم وخلاص. طب بالنسبه للانثى، بالنسبه للمبيضين، وفقا لمنهجنا بيقولوا ان المبيضين غدد صماء، مع انها علميا مختلطه، بس هم بيقولوا صماء لان قناه فالوب مش لازقه في المبيض على طول، بعيده عن المبيض. فوفقا للافكار القديمه المنتشره اللي ممكن تكون عند مؤلف الامتحان، بيتقال عليه غده صماء بس عشان قناه فالوب مش لازقه في المبيض على طول يعني، فهم بيقولوا ان هو غده صماء لان بيفرز هرمونات الانوثه. خلاص. طب مين هم يا دكتور هرمونات الانوثه اللي احنا هنتكلم عنهم؟ اول هرمون هنتكلم عنه هو الاستروجين، او اسمه الثاني الاسترادايول. او بصوا الاول هنتكلم عن هرمونات الانوثه حاجتين. اول حاجه هنتكلم عن الاستروجينات، ورقم 2 هنتكلم عن هرمون اسمه ريلاكسين، ننزله تحت شويه، ده رقم 2 اللي هو ريلاكسين. مين هم يا دكتور الاستروجينات اللي انت هتتكلم عنهم؟ الاستروجينات اللي هم الاستروجين والبروجسترون. الاستروجين او اسمه الثاني الاسترادايول، الاسم الثاني مهم، الاسترادايول. الاستروجين ده يا دكتور بيتفرز منين؟ بيفرز من حويصله جراف في المبيض، يبقى ده بيتفرز من المبيض بس. الاستروجين بيعمل ايه؟ اس كلها انوثه. رقم 1 بيظهر صفات جنسيه ثانويه للانثى عند البلوغ، زي نعومه الصوت وكبر حجم الثديين. رقم 2 كان بيعمل انماء لبطانه الرحم، فاكر انت؟ فبينظم الدوره الشهريه، تنظيم الدوره الشهريه، ده بيأثر على بطانه الرحم، بيعمل انماء لبطانه الرحم، فبيأثر على بطانه الرحم مش جدار الرحم. ده الهرمون الاول اللي هو الاستروجين او الاستراديول. البروجسترون بيتفرز من حتتين، بيتفرز من الجسم الاصفر لمده 3 شهور، بعدين بيفرز من المشيمه حتى انتهاء او حتى الولاده، لغايه الولاده. فهو بيتفرز من مكانين، عشان كده بيتفرز في اول 3 شهور، بعدين تلاقيه زاد مره واحده. ليه الزياده دي؟ بسبب تغير مصدر الافراز، دول هم مثلا من الجسم الاصفر ودول هم من المشيمه، فهو بيتفرز من مصدرين، عشان كده بيزاد في الفتره دي بسبب تغير مصدر الافراز، فهو بيتفرز من هنا. البروجسترون بيعمل ايه؟ طبعا البروجسترون زي ما انت عارف ده هرمون الحمل، ده بيحافظ على الحمل،
جالك رقم واحد بيكبر الثدي فبيعمل على نمو الثدي، جالك بيعمل تنظيم للتغيرات اللي بتحصل في الغدة الثديية استعدادا للرضاعة، بيكبر الثدي. ده رقم واحد. رقم اتنين، انت عارف ان هو كان بيزود سمك بطانة الرحم ويزود الامداد الدموي بها، فبينظم التغيرات اللي بتحصل في بطانة الرحم. تنظيم التغيرات الدموية اللي بتحصل في بطانة الرحم استعدادا لاستقبال الجنين. كمان البروجسترون بيمسك ميكروفون ويقول للنخاميه بلاش اف اس اتش، بيظبط افراز الاف اس اتش، بيمنع التبويض. بيمنع التبويض. ده مين ده؟ البروجسترون. ده هرمون الحمل، اللقب بتاعه اسمه هرمون الحمل. لو عايز لقب للهرمون اسمه هرمون الحمل. الريلاكسين بيتفرز منين يا دكتور؟ خلينا نشوف الريلاكسين بيتفرز منين. احنا عامله ليه بلون مختلف؟ ماشي خلاص نكتب بده. الريلاكسين بيتفرز منين؟ بيتفرز من الجسم الاصفر ويتفرز من المشيمه وهتزود عليهم بطانه الرحم. على فكره الريلاكسين بروتين لكن دول استرويدات، استرويدات اي اللي هم فيهم سين وتي وراء، لكن الريلاكسين بروتين. الريلاكسين من اسمه الريلاكسين بيعمل ريلاكس، ارتخاء الارتفاق العاني لتسهيل عمليه الولاده. الريلاكسين ده بيتفرز من اول الحمل بس بيزداد افرازه في نهايه الحمل عشان يعمل على الريلاكس، ارتخاء الارتفاق العاني لتسهيل الولادة. عندك اتنين بيسهلوا الولادة، الاكستوسين بيتفرز وقت الولادة، والريلاكسين من اول الحمل بس بيزيد في نهاية الحمل عشان يعمل على الريلاكس، ارتخاء الارتفاق العاني لتسهيل عملية الولادة. ده بيأثر على مفصل غضروفي اللي هو الارتفاق العاني، بيأثر على منطقة الارتفاق العاني اللي بيكون فيها مفصل غضروفي. بس دي الهرمونات. هرمون جنسي يفرز من مكانين من 3 اماكن، هم دول الهرمونات الجنسيه الانثويه. اخر حاجه معانا هي هرمونات القناه الهضميه، دي الحاجه الاخيره معانا في الباب كله، هي هرمونات القناه الهضميه. ببساطه هرمونات القناه الهضميه هعملهم لك برمز كده ونبقى خلصناهم. ده عضو واحد وده عضو واحد. ده افراز لا قنوي، ده افراز قنوي عشان نخلص. وهنا عضو واحد، عضو 2، ده لا قنوي، ده قنوي. باختصار شديد، اول حاجه من هرمونات القناه الهضميه عندك المعده، عضو واحد وعضو واحد هو يبقى نقصد بيه معده ومعده. المعده بتطلع هرمون اسمه هرمون الجسترين. هرمون الجسترين ده يفرز من المعده وينتقل عن طريق الدم الى المعده ليحثها على افراز العصير المعدي. ده العصير المعدي، ده العصير المعدي بيخدم البروتين بس. يبقى المعده طلعت الجسترين، راح للمعده جالها طلع العصير المعدي عشان نهضم البروتين في المعده، فده هضم البروتين بس. السؤال هنا عن الجسترين ده عشان نخلص منه. الجسترين اللي هو هرمون المعده متى يفرز؟ الجسترين ده بيتفرز يا دكتور لما نيجي نهضم البروتين، عند تناول البروتين مش الكربوهيدرات. يبقى عند تناول بروتين، ده رقم واحد. لما البي اتش تزيد، زياده البي اتش في المعده، ما المفروض المعده تبقى حمضيه، البي اتش يكون قليل، فلما البي اتش تبقى عاليه في المعده، المعده فيها قلويه، يطلع الجسترين عشان يخلي المعده تطلع اتش سي ال يخلي البي اتش حامضي، فبيتفرز في الحالتين دول. طب ايه اللي يترتب على زياده الجسترين؟ ماذا لو زاد الجسترين اللي هو هرمون المعده؟ يحصل ايه لو الجسترين ده زاد؟ هيحصل قرحه معده، قرحه معده. لو الجسترين زاد يحصل قرحه معده. الجسترين يفرز من المعده ويؤثر على المعده، فهو بيؤثر على نفس العضو المفرز ليه وليس نفس الخلايا المفرزه ليه. يبقى يؤثر على نفس العضو المفرز له وليس نفس الخلايا. اللي بيأثر على كل الخلايا اللي في الجسم ثيروكسين وانسولين، بيأثر على كل الخلايا بما فيهم الخلايا المفرزه ليهم، لكن الجسترين بيأثر على العضو المفرز مش الخليه اللي افرزته، لان هو بيتفرز من خلايا صماء وبيروح لخلايا قنويه. المعده على فكره غده مشتركه، المعده دي مشتركه. خلاص خلصنا من دي. بالنسبه للثانيه، عضو واحد ده الامعاء الاثنى عشر، بتبعت سكرتين وكوليسيستوكاينين هرمونات، يروح العضو 2 اللي هو البنكرياس،
يخلوا البنكرياس يطلع العصاره البنكرياسيه، الانزيمات يعني اللي فيها انزيمات لكل الاكلات، فيها انزيمات لكل الاكلات. فهنا كده اهو السؤال، متى يفرز السكرتين والكولسيستوكاينين؟ يتفرز انت دكتور عند اكل اي اكله، عند تناول الوجبات، عند تناول الوجبات، عند تناول الوجبات. مثلا المفروض البي اتش بتاع الامعاء يبقى قلوي، البي اتش بتاع الامعاء يبقى قلوي. لو البي اتش بتاع الامعاء حامضي، عند نقص البي اتش في الامعاء، احنا عايزين البي اتش يبقى ايه؟ قلوي. فلما ينقص البي اتش لا، احنا عايزين البي اتش قلوي، فلازم نخلي البنكرياس يطلع العصير اللي هيخلي لنا البي اتش قلوي. فهمتوا الفكره؟ بس طب ماذا لو نقصوا اللي هم السكرتين والكوليسيستوكاينين، لو نقصوا الهرمونات دي. طبعا الفكره كلها ان المعده نازل منها اتش سي ال، بياكل الامعاء. طب مين اللي بيهدي الاتش سي ال؟ العصاره البنكرياسيه، بيكون فيها ماده اسمها بيكربونات بتهدي الاتش سي ال، فهنا يحصل قرحه اثنى عشر. يبقى لو نقصوا الاثنى عشر تتاكل، يحصل فيها قرحه. خلي بالك الامعاء او الاثنى عشر دي بتبقى غده مختلطه، لانها بتطلع هرمونات وانزيمات اسمها عصاره معويه، فبرضه تبقى غده مختلطه. دي كده هرمونات القناه الهضميه. اتمنى يكون الدرس الى حد ما، انا ما قلتش المقدمه سهله، انتوا تعرفوا تذاكروها، ستارلينج كلود بيرنر والهرمونات بتاعه النبات، الاكسجينات بتتفرز منين، كلمتين سهلين يتراجعوا، واحنا حافظينهم بطريقه حلوه، بتنظم وتؤثر تحكم وتمكن، حافظينهم بطريقه حلوه وبسيطه. فراجع المقدمه وبكده الدرس كله خلص. اتمنى تكون الحصه كانت لطيفه بالنسبه لك واستفدت منها. دمتم اغلى طلاب. انا كده عملت اللي عليا لاخر نقطه معاك. كمل المحاضرات اللي اتصورت النهارده، اللي اتصورت لغايه النهارده حرفيا احنا معديين ارقام مهوله. يعني في الاستوديو بيقول انت صورت كام محاضرات، ما حدش صور، رقم رهيب جدا، رقم عالي جدا. فاحنا عملنا اللي علينا معاكم، ان شاء الله انتوا ترفعوا راسي وتعملوا اللي عليكم وتظبطوا الدنيا. دمتم اغلى طلاب، اشوف وشكم على خير، مع السلامه، باي باي.